ريال مدريد هذا الموسم أرقامه تتفوق على أرقام برشلونة ب 2009. اللي يسويه ريال مدريد في أبطال أوروبا السيتي يسويه كل يوم بالدوري. الغلط أنك تفكر بتعويض كروس. الأنفيلد اللي هو الأنفيلد أنا قلبت النتيجة فيه من 2-0 إلى 5. يوم شفت صفقة خوسيلو قلت لا ايش قاعدين يسوون هذول. أنت تدافع 90 دقيقة نجم البطولة كورتوا، فلا تقنعني أن في عمل في التدريبات. أنا شخص يتيم كرويا. ولا فلس ناقص من إيجاراتك توصل لك بحسابك وانت بمكانك مع أجار. السلام عليكم، معكم فهد الصالح من بودكاست انفراد. أتوقع أغلبنا مهتمين بتحليل كرة القدم، نحلل المباراة قبل لا تبدي وأثناء المباراة وبعد المباراة، نقيس تحليلنا ونتيجة المباراة ونعرف إذا حللناها زين ولا لا، ونعرف إذا فرقنا اليوم هي منافسة على الصدارة ولا فرقنا راح تكون نهاية الموسم متذيلة الترتيب. من هذا المنطلق قابلنا أخونا فهيد السهلي. فهيد يحب كرة القدم، هاوي كرة قدم، تعمق فيها، قرأ كتبها، ما مارس على مستوى عالي، ما درس كرة القدم، لكن اليوم هو شغفه خلاه يتحول إلى أنه يكون من أبرز محللين كرة القدم الأوروبية وبالأخص ريال مدريد على مستوى الوطن العربي، مو بس على مستوى الكويت. محلل شاطر، يقرأ المباراة، فذ، يتوقع أشياء وجوانب المتابع العادي ما يتوقعها. وكذلك سولفنا وياه عن موسم مدريد بما أنه مدريدي، ومدريد اليوم بعد أسبوع راح يلعب نهائي الشامبيونز، وحللنا المباراة الأخيرة اللي هي مباراة نهائي الشامبيونز، وكذلك حللنا وسولفنا عن توقعاتنا لصفقات الموسم القادم. قبل لا ننتقل للحلقة حاب أشكر رعاتنا محمصة 48 إيست، أفضل محمصة بالكويت للبن وللقهوة، وكذلك عندهم كابسلز وعندهم العديد من أنواع البن، وعندهم المخبوزات، وعندهم العديد من المكاين. إذا كنت حاب تكون تصنع قهوتك بالبيت بالدوام حتى بالسيارة موجود عندهم. وأجار أونلاين، أجار أونلاين أول تطبيق عقاري معتمد بالكويت، يدير نسبة 15% من عقارات الكويت. إذا أنت تدير عقارك بشكل فردي ممكن يسهل عليك المهمة، يحول الأجار بحسابك دايركت، ما ياخذ أي مبلغ على التحويل، رسوم سنوية رمزية. إن شاء الله تستمتعون ويانا بمشاهدة الحلقة، ويلا نشوف الحلقة. حياك الله أبو ضويح. الله يحييك، يا مرحبا أبو أحمد. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. طيب إن شاء الله خير، الله يسلمك. أنا أعتقد أن أنتم مبلشين الميركاتو مبكر. أنت صفقة نارية قبل يومين، خليفة الفضلي. يستاهل، يستاهل أبو شمخ. هذه سرقة للأمانة. طلع ويانا يعني بحلقة أو حلقتين شفنا فيه طلبات واجد عليه. صحيح. وحنا للأمانة يعني من زمان مفكرين في خليفة. يستاهل. احنا كنا نبي شخص مختلف عنا احنا الموجودين، أنا وعبد الله بلوشي. خليفة تدري أنت جو شوي غير، يجيك بقصة غريبة، قصة ما حد يصدقها بكرة القدم، تروح تبحث ولا صدق حقيقية، فهمت؟ صحيح. صحيح. فحلو أن نجيب شيء جديد أو واحد مختلف عنا. وللأمانة يعني خليفة له شعبية للأمانة وإضافة جدا للبودكاست الصراحة. صحيح. والله أنا يوم شفت الخبر استانست الصراحة، لأنه بيكون في شيء أسبوعي أو شهري بيكون بنشوف خليفة فيه يعني دايم. ثاني شيء البودكاست وأنت وعبد الله، فراح تعطون يعني خليط جميل. فأنا سعيد جدا بهالصفقة يعني. الله يعطيك العافية. على طاري البودكاست، شوف أنا بقول لك شغلة يمكن حصرية ما قلتها حق أحد. قول لي يا حبيبي. أنا ليش قبل شوي سألتك قلت لك متى أول حلقة أنتم نزلتوها؟ قلت لي أنت متى؟ أنا أتوقع شهر 7. شهر 7 يمكن. إحنا يوم سوينا البودكاست وقعدنا ضبطنا البودكاست، باقي الاسم بس عشان نقعد ندور اسم، ندور كل ما ذكرنا اسم. طبعا إحنا نبي اسم متعلق بكرة القدم. نعم. كان أجي عند الشباب قلت شباب ايش رايكم باسم انفراد؟ والله العظيم يا فهد، ايش رايكم باسم انفراد والله حلو، يلا بس باقي الاعتماد. يومين 3 كذي ولا انت منزل ما عاد ما ادري، اول حلقه ثاني حلقه كنت قاعد شباب قاعد توقفوا فهد صالح عنده بودكاست اسمه انفراد. لا والله الله يوفقه، يلا خل ندور اسم ثاني. كان قاعد ندور والله صدق. اي والله العظيم ربك صادق. يمكن لو تسال خالد بيعلمك بالموضوع. دورنا اسم ثاني لقينا بودكاست، بس قلت انفراد معقوله رفيجي فهد؟ يلا عاد لقينا هالاسم هذا. طبعا اسم مميز. المميز هذا من وين يجي؟ دائما الافكار هذه من وين تجي يعني؟ صح هو مميز، حتى اسم بينيه اقصد انه مميز. ليش؟ لان انتم طبيعه الحوار يعني انا لما سميت انفراد، هو الانفراد هي حاله موجوده بكره القدم، انه تكون انت مواجهه الحارس، كذلك انك تاخذ الضيف على انفراد يعني تقدر تسميها بهالمعنى. وانتم بينيه انتم 2 أو 3
ففي كور تدور بينكم، في الكره تدور بينكم، فممكن تلعبها بينيه باص وهذا بالكلمه. هو وهذا هو احنا كنا نبي اي شيء متعلق في كره القدم للامانه. نعم. فكل ما جينا نحصل اسم ولا الاسم هذا مستهلك صحيح. موجود كل شيء دورنا طحت بينيه يمكن ما حد جربه، وفعلا يعني مصطلح نستخدم احنا خصوصا الناس اذا تبي تبسط الكره تقول كره بينيه صح. ولا الحين تغيروا الناس اس تكشخون صح. فلا الحمد لله توفقنا بالاسم اللهم لك الحمد. تستاهلون والله تستاهلون. انا من المتابعين وما طوف ولا حلقه. الله يرحمه. انا حلقاتكم كلها متاخر وقت النوم فاشوفها انا راح الدوام نشوفها ثاني يوم. زين بوضوح. الحين انت ما شاء الله عليك يعني حللت في اكثر مكان، اليوم في بودكاست وفتره من فترات في قناه وقناه تلفزيونيه، وان شاء الله المستقبل يعني انا اشوفه والكل من حولنا يشوف ان المستقبل باهر، يعني ان شاء الله تكون في افضل المحطات ان شاء الله الرياضيه. بس ابي اردك ورا شوي، مو شوي وايد يعني، مهم ابي اكبرك. البدايه الطفوله شلون كانت؟ شنو كانت احلامك؟ الدراسه، هواياتك، سولف لي عنها يعني. شوف فهد، انا صراحه انا اشوف نفسي دائما مختلف عن كل الناس اللي مشابهين يحبون كره القدم. كل شخص اعرفه يحب كره القدم يكون متعلق بكره القدم او تعرف كره القدم بسبه ابوه، بسبه اخوه الكبير، بسبه مجتمع اللي حوالين. انا شخص يتيم كرويا، يعني ابوي الله يرحمه رجل ربي ما له علاقه في كره القدم ابدا، اخواني ابدا ما لهم علاقه في كره، البيت كله ما له علاقه في كره القدم. أصدقائي اللي تربيت وياهم من الصغر من أيام الروضة ليلة اليوم ما يعرفون أي شيء في كرة القدم. أنا كذي شاط بينهم ما أدري شلون، حتى أن يعني ثقافتي الكروية متأخرا جت. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام كنت سعيد جدا بدبل ريفالدو مع برشلونة. يعني شوف كنت ما أدري شنو برشلونة وشنو ريال مدريد، بس أحب ريفالدو واحب ريال مدريد وابي هذا يفوز وابي ما ادري ان هذول يجمعهم دوري اسباني كذي، بس كذي احب لاعبين نتعلق باللاعبين. ما عندك الثقافه هذه، تحب كره القدم تمارسها اكثر ما انك تحبها تتابعها. الحين لا، الحين العكس، الحين تشوف الجيل هذا يعرف اسماء اللاعبين ويعرف وين ينتقلون، احنا لا، كنا قبل نحبها الممارسه ما نحبها. ف بعدها ممارسه بعدها لعبت في إذا ما أدري تذكره ولا لا مركز شباب صباح السالم وقعدت فيه يمكن سنوات، ويعني قطعت كورة يمكن 3 سنوات قطعت كورة مشاهدة وممارسة. إصابة ولا أنت قرار؟ لا، أنا تسببت بإصابة يعني أخو واحد من ربع صغير. كنا نلعب كورة والله يهداه ملقوف دش وحط رجله وكسر مضاعف حق ساقه يعني. فهني صرت أكره أشوف شكل كرة القدم والله العظيم. يعني شفت موسم كابيلو للكل يتغلزل فيه، ريال مدريد كابيلو الأول والثاني. لا الثاني لا عاد مو لهالدرجة كبيرة الأول. قاعد أقول لا موسم كابيلو الثاني اللي آخر جولة والجو هذا اللي عاشوه المدريدستا ترى ما أذكر إني تابعته بدقة يعني، والله ما أذكر. يمكن تابعت في الموسم هذاك يمكن 6-7 مباريات. كنت كذي اطالع ريال مدريد بس لاني مدريد اداء وظيفه. كرهت الكوره حرفيا يعني، كل ما اشوف كوره كل ما اشوف ما اتذكر رجل هالولد هذا. لكن الحمد لله يعني شلون اليوم؟ لا الحمد لله قبل اسبوع حضر ارسل الحمد لله الله يبارك. بس فعلا يعني هذه الشغله مرت علي بعدها رجع مورينيو، رجعنا بقوه صدق رجع. ايوه فتابعنا عاد كره القدم باستمرار وعدنا مثل ما كنا نحب كره القدم في السابق. كان لك ميول بالكويت مثلا؟ لا والله لاعب مو شرط نادي. لاعب صراحة إن أنا يوم كنت صغير كنت أحب بدر حجي. والله كنت أحب حيل بدر حجي. نظرة والله فيه. والله كنت أحبه يعني بدر حجي أحد اللاعبين اللي كنت صدق متعلق فيهم وأحبهم. التقيت فيه وقتها أنت صغير؟ ما التقيت فيه أبدا. ما تحضر مباريات؟ قليل جدا 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 قليل. والدراسة؟ دراسة لا والله سيء جدا. سيء للأسف سيء جدا للأمانة في الدراسة. فنقول إنه موسم 2000 متى كبله 2007 من 2007 نقول إنه هو نقدر نسميه هو انطلاقتك في حب ريال مدريد ولا متابعة ريال مدريد؟ لا المتابعة من 2000. المتابعة من 2000 بس أخيس فترة يعني تقريبا. لا أنا حبيت كرة القدم تقريبا يعني تعلقت في ريال مدريد بنهائي ريال مدريد وفالنسيا. هني بديت أتعلق في ريال مدريد وأحب ريال مدريد.
لكن اقول لك في الفتره هذه ما تقدر تقول انا متابع لكره القدم لان بيني وبينك مثل ما قلت لك ما قبل ما في سالفه تجيب لك عندك ريسيفر عندك بالبيت، لا هذه مو موجوده، تقط وجهك على جيرانكم طالع انت قاعد دوني اطلع عشان طالع المباراه كذي الوضع. لكن بعدها يعني اقول لك ان من بعدها احنا فعلا تابعت ريال مدريد، لا خلاص من بعد تقريبا 2007 2008 2009 لا هني خلاص صار في استمراريه ومتابعه جوله ومباراه وخلاص نتابع اخبار نتابع، ودشينا بعالم الايفون وخلاص وتويتر وتقعد خلاص تتابع كل شيء. في السابق لا بس 90 دقيقه تجي تطالع الفريق فزنا خسرنا صح. لا الحين صارت لا في ثقافه، فاهمني شلون صارت في ثقافه كرويه، تعرف خبايا ناديك، تعرف من اللي راح من اللي جاب. قبل لا بسطاء بس نطالع النتيجه وخلاص. صح. ليش ما يشتري اللاعب هذا ما عنده فلوس النادي ما نعرفها هذه. لا الحين لا تغير الوضع. صح. في فتره هذه اللي كنا صغار ونتابع الكره انا ماني ذاكر يعني بفترتنا منو كان ينقل الدوري الاسباني، يمكن الارضيه قبل بين اسبوع الجزيره يمكن الارضيه، لكن برنامج سوكر اي اتوقع هو يعني اللي تارك بصمه عندنا كلنا. يعني برنامج سوكر تارك بصمه ترى مو بس عندنا احنا ككويتيين، خليجيين وجزائريين ومغاربه بالوطن العربي. فهذا البرنامج كان يعني انا اذكر لليوم الموسيقى، واذكر عبد العزيز عطيه ونجيب الكندري، واذكر لليوم يعني كنت انطرها صج اللي هو الملخص مال ريال مدريد. هذا كان يعني كان الوهج مال مدريد وسولاري وما ادري منه وراؤول. فهذه من الاشياء اللي تركت عندنا يعني شوي ارث كروي بسيط احنا نسند عليه. يعني يوم حبيت ريال مدريد او يوم بلشت تشجع ريال مدريد، شو اللي دخلك ريال مدريد؟ شو اللي وداك؟ والله مثل ما قلت لك نهائي ابطال اوروبا صراحه يعني حب كذي كنت اطالع حتى النهائي ما ادري شنو البطوله هذه، بس شفتهم فازوا وخذوا الكاس بس هني بديت اتعلق بريال مدريد. عرفت انه في لاعب معين؟ شوف اللاعب ترى مثل ما قلت لك يعني احنا في بداياتنا كنا نحب شكل اللاعب. يعني شوف قلت لك انا احب ريفالدو واحب زيدان شكل ريفالدو عاد الله يهداك ما في لا شكل. يعني احبه كلاعب احب ادجار ديفيدز عشان هو الوحيد يلبس نظارات ستايل عاجبني شكله. احب ديفيد بيكهام لانه شوف تخيل يعني شوف مختلفين. فكنا نتعلق بشكل اللاعب. ما كانت عندنا لو تقول لي هذا وين يلعب اقول لك ما ادري بس كذي ما كانت موجوده عندنا. كنا نحب نلعب كوره اكثر ما نحب نتابع كوره. لكن بعدها يعني فعلا لكن حرفيا يعني من انتقل زيدان لريال مدريد وهدفه الشهير في النهاية لا هني خلاص تعلقت يعني. وخصوصا قبلها زيدان كان جايب كاس العالم 98 كان زيدان يعني كان ظاهرة في كرة القدم. خلاص هذا زيدان هذا اللي ما يعرفه يعرفه فأنت تحبه إذا ما تحبه تحترمه كذي. صحيح. كنت أحب زيدان وما أدري وين يلعب زيدان. أشوفه بفرنسا بس وين يلعب هذا ما أدري وين بس إن هذا بطل فرنسا. يوم جاء ريال مدريد هني عرفته. فبعدها خلاص تعلقت بريال مدريد يعني تقريبا متابعة دقيقة يعني تقريبا من سنة 2000 أقول لك أنا مشجع رسمي يعني لريال مدريد صراحة. أنا عندي أسئلة وايد بس الحديث عن ريال مدريد ذو شجون مثل ما يسمونه، خاصة لما تكون أنت مدريدي فيصير ودك إنك في أسئلة ودك أنت تسألها. يمكن بعد الشامبيونز اللي هو ضد فالنسيا مرت فترة سيئة على مدريد، فترة تطلع من ليون تطلع تنطق 6 من سوسيداد أندية ما تعرفها الجالاكتيكوس اللي لا هذا بعدها يعني بعدها أقصد إن فترة الشامبيونز بعدها الشامبيونز ليل 10 هذه فترة توهان يعني لين يا مورينيو شوي اللي شوي مدريد تحسن يعني. فهل فترة وصف لي إياها اخفاقات بس نجوم. شوف الفترة هذه في سوء ريال مدريد في عز توهج برشلونة كانت فترة كانت تزيدني تعصب بشكل مو طبيعي يعني. للأمانة برشلونة كانت ماركة الأمانة يعني ما تجي تطالع مسلسلات يتكلمون عن برشلونة، أغاني يغنون برشلونة، تطلع بالشارع الكل لابس تيشيرت برشلونة. يجي واحد يسألك تشجع مدريد شو تشجع تقول له مدريد يقول صدقك لا مو من صدقي أنا مدريد ايش فيك طيب أنت اللي ما تدري عن كرة القدم. فهمت؟ ففعلا كان الوضع كذي. برشلونة حرفيا يعني أنا كنت أعرف ناس أو في ناس وأنت يمكن تعرفهم تابعوا كرة القدم أعمارهم 40 سنة بسبب متعة برشلونة اللي كانوا يقدمونها. فما يدري في السابق شنو كان مدريد ما يدري. فحرفيا النقطة هذه كانت تزعجني بشكل كبير 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 كانت تؤلمني بشكل كبير وكانت ماني عارف شلون أطلع من جو التعصب هذا صراحة. وتدري أنت موضوع العاشرة
ريال مدريد يعني قبل يحقق العاشرة شلون كنا احنا يعني طماشه حق الناس. ايه كنا صدق يعني نذوق المر في تويتر، تبيها من طقطقه، تبيها بكل مكان. صحيح. متى تجي العاشرة، تنطرون العاشرة فعلا كانت أمر. فبعد ما حققنا العاشرة أنا أقول لك إنه قل تعصبي شوي كله. بديت أتخذ الأمور بمنطقية شوي ترى مو واجد شوي. بديت أتقبل، بديت أطالع كرة القدم من منظور فني. يعني قبل لا تعصب تيجي تقول لي تكتيك تحليل لا اطلع من مخي. لا بعد ما حققناها بديت استوعب ليش اشرك اللاعب هذا ليش. بعد ما رجع زيدان رجع التعصب صراحه. يوم رجع زيدان كمدرب رجع التعصب. انا وايد قالوا لي ترى ان احنا بعد ما رد زيدان ردينا نتابع ريال مدريد، مع انه يعني مع مورينيو كانت فتره مثيره، فتره انشيلوتي، فتره وايد مدربين يعني شوستر الحين ماني ذاكرهم، شوستر وانشيلوتي وقبل زيدان بينيتيز. ما تحس انه في فتره هذول المدربين انظلموا؟ شوف لو تجي طالع ريال مدريد بتاريخ ريال مدريد، النجاحات دائما تجي مع المدرب الهادئ. يعني افضل ريال او اقوى ريال مدريد، ما بقول افضل، اقوى ريال مدريد هو ريال مورينيو انا بالنسبه لي 2012. لكن هذا المشروع ما قدر انه يكمل مع مورينيو. ليش؟ مورينيو رجل صدامي، رجل واضح، رجل ما يجامل. فهذا الشيء مو موجود في ريال مدريد، ما تقدر، هذا الشيء ما تقدر تتعايش فيه في ريال مدريد. لكن تعال شوف لي ديل بوسكي شلون نجح بريال مدريد، رجل هادئ. تعال شوف لي زيدان رجل هادئ. تعال شوف انشيلوتي حاليا اللي الحين كسر الدنيا. انشيلوتي شوف شلون ناجح. ارجع معاي على لوبيتيجي، لوبيتيجي ترى مدرب رائع جدا، بنيتيز مدرب رائع جدا، لكن شرسين. فهذا الشيء مو ما تقدر بريال مدريد، ما تقدر انك تكون شرس علشان تنجح. فاعتقد ان زيدان على انشيلوتي على ديل بوسكي هذول المدربين اللي ممكن يتعايشون في ريال مدريد. شوف انا اذكر كابيلو يوم يا مدريد الفتره الثانيه يقول كنت ادش غرفه الملابس والقى اللاعبين، تعرف ايطالي دائما يك يعني صدامي وستايل قديم فيقول كنت ادش القى اللاعبين اللي يستشور، اللي يعني مشط شعره، ما كان ماخذين الموضوع جدي يعني. فيأسس نهج لنا انتم ما قاعد تحققون القاب، فانتم ليش من وين جايبين هالاريحيه يعني الدلع اللي انتم تسوونه؟ فعطى نهج جديد مدريد انه في صرامه، فريق واحد يجيب لك الاسامي لاعبين مثلا ما هم من التوب يعني وقتها. الفريق اللي خذ الدوري ترى يعني ما هو فريق سوبر اي لكن هو ضبطهم وخلى خلاهم فريق يقاتلون لاخر رمق يعني. اوجد نهج جديد مدريد. لين يا مورينيو انا قناعتي فهد ما ادري، لكن انا اشوف ان مورينيو طبعا بيب وبرشلونه بذيك الفتره هو سبب نجاح مدريد اليوم. صح. انا هذه قناعتي. الستاندرد او المستوى اللي كان موجود ببرشلونه مستحيل، انت مستحيل انك تنافس فريق كامل، فريق عنده جيل ذهبي، مدرب ذهبي، مدرب اليوم طلع بادوات جديده قاعد يسوي انجازات بدوري ثاني. كانوا يقولون بالبدايه انه مستحيل. اذكر جاري نيفل وما ادري منو اول موسم يقولون اللي طبقه بيب ما راح ينجح بالدوري الانجليزي يعني. اي ف مستوى المنافسه اللي كان فيه مع بيب مع برشلونه هو اللي خلى مدريد اليوم طاغي. ماكو، لان لو تفكر فيها ترى ما في فريق وصل اليوم او اخر 5 سنين ماكو فريق ينافس برشلونه 2006 برشلونه 2009 اسف. شوف انا بالنسبه لي الناس الحين قاعده تشتكي وتقول ان بيب جوارديولا منافسته مرهقه، هذا امر واقع ترى. يعني قبل مورينيو كان مدربنا بيلغريني، ترى بيلغريني ما قصر، 95 نقطه اعتقد جاب او 96 نقطه صح، بس خسر الدوري. شو تبي اسوي اكثر من كذي؟ صح. فانا مؤمن تماما. البعض اللي يعتقد ان مورينيو جلب 3 ألقاب فقط، لا، ما فعله مورينيو في ريال مدريد اعمق واكبر من مجرد 3 ألقاب. أنا هذه بالنسبه لي يعني فريق مثل هذا الفريق برشلونه بيب صراحه انا ما شفت صراحه، خصوصا 2010 و2011. انا عندي هالفريق الموسمين هذول اعظم من فريق 2009 بالنسبه لي. جاب 100 نقطه يعني كسر الشوكه هذه. اذا انت استثنائي وانت قوي انا
فانا ما اعتقد ان في مدرب لو جاي بعد او غير مورينيو يقدر يحقق اللي حققه مورينيو. صحيح. ما حد راح يجي يسوي نفس اللي سواه مورينيو. ولما انت تجي في الوقت هذاك انا اخذ نهائي منك يا برشلونه، ادري انه مجرد كاس ملك، لكن لا، اول موسم انا اخذ منك. يعني انت لو تجي تطالع النتائج تدريجيا، اول واحده الاطراق 5-0 5-0 بعدها 1-1 إيه. بعدها لا، كل ماله وتكبر الشخصيه امامه، اجي اخذ منك نهائي. بعدها الموسم الجاي انا احسم الدوري بارضك. إيه. فهمت؟ ففي فعلا يعني الشخصيه هذه بناها. لما اجيك الحين انا فهد اقول لك منو افضل مدافع بتاريخ الريال؟ راموس. منو اللي حط راموس؟ مورينيو. منو افضل لاعب وسط بتاريخ الريال؟ مودريتش. افضل حتى من زيدان بالريال؟ مودريتش. منو اللي جابه؟ مورينيو. شفت ان اللي سواه صفقات مورينيو خضيره وما مورينيو اعمق من وهذا اللي سواه يعني. وقتها بيريز كان يقول له شنو تبي؟ يقول ابي اوزيل، دي ماريا، خضيره، اعمار معدل اعمار صغير، كان يبي يسيطر. وفعلا يعني صراحه اللي سواه مورينيو انا بالنسبه لي له الجميل الكبير صراحه على ما حصله الريال حاليا. مو حاليا طبعا، لا، مني للعاشرة. اي للعاشرة. يعني انا اشوفها ترى هي مو فني، هو في ثقافه. كأنك انت اب مربي عياله على شيء توارثونها، ولدك العود بيعلم اخوه الصغير واخوه الصغير. انا اشوفها كذي، يعني مو شرط تكون جانب فني، لا، في اسس، في نهج. حتى على مستوى كاس الملك مثلا، ريال مدريد ما كان يلتفت لكاس الملك. الحين من بعد مورينيو صارت ثقافه ريال مدريد ينافس بكاس الملك. قبل ريال مدريد ياكل نتائج بكاس الملك، ليش؟ لانه يلعب بالاحتياط وما يهتم له والانديه الثانيه تجتهد قدامك. احنا ما يا الدوري يا الابطال بس. وفي الفتره هذيك كنا نخسر بالابطال ونطلع وما عندنا الا الدوري. فما في عز سوءنا ما كنا نطالع كاس الملك. مورينيو رجع لك الثقافه هذه. مورينيو من قبل مورينيو انت ما تعدى دور 16. ليش مع مورينيو تعديتها؟ وصلك نصف نهائي ادري نص نهائي ترى انا احيانا اقول الحمد لله ان مورينيو ما جاب ويانا العاشره، والله رغم حبي لمورينيو، لان لك واجد لو يجيب معاك العاشره اوف. شفت تصريح اليوم؟ ايه خليك مال الهلال. هو في واحد ثاني، هو ما ادري والله قال الهلال والاهلي، لكن في تصريح ثاني اليوم ترى شك انه متعمد. اي عادي، هو ملك الترند، يعرف يطلع ترند بشكل مو لا عادي هو عادي. الحين انا اتوقع انه يمكن بيكون بالدوري السعودي السنه الجايه، فعادي يصنع لك اثاره ويصنع لك عالم. صرح تصريح، سالته المذيعه قالت له شنو اصعب لقب او اجمل لقب حققته، فكان يقول قالت له اكيد مدريد كم نقطه 99 او شيء كذي. كان يقول لا، يوم حققت مع روما 2 البطوله شنو هذه المؤتمرات مش تخيل فريق ما عنده شيء انا حققت فيه انجازات. فقبلها كان يقول عن يوم اللي حقق المركز الثاني مع مانشستر. فمورينيو ما يهد كذا. يعرف. فتخيل جايب وياك العاشره. تخيل يعني. صح. صح، مع انه والله خسرناها على فرص بسيطه للاسف يعني. ايوه الفريق هذاك المفروض ما يخسر الابطال صراحه. صحيح. وصل الموسم الثاني مع قدام البايرن لكن يلا. صح. بعدين يان كارلو أنشيلوتي ويان زيدان كمساعد وحققنا العاشرة وتوالت الألقاب. فوصف لي هالفترة، فترة العاشرة للرابعة عشر كنا قاعد نحتفل ويا بعض، وأذكر أني يوم كسرتك. للأمانة يعني بعد العاشرة صراحة مثل ما قلت لك قل التعصب بشكل كبير، وهذه للأمانة تحسب للإدارة اللي جابت أنشيلوتي من بعد مورينيو بنفس النهج الفني، ولكنه مدرب مختلف عن مورينيو بالتعامل مع اللاعبين. هم كان يعني بيريز كان لحد اليوم كان يدافع عن مورينيو، يقول ما طلع مورينيو إلا أنتوا يا الإعلام. لكن أنا بالنسبة لي مورينيو ما خسر الفريق فنيا، خسر غرفة الملابس. صحيح. لما تجي أنت تتهاوش مع كريستيانو ومع راموس ومع كاسياس، من بقالك ما حد راح يصف معك خلاص. وحرفيا هذه شفناها يعني بشكل مباشر، الفريق منقسم خلاص، جزء مع كاسياس وهذا وجزء. فكان أفضل خيار فعلا أنشيلوتي هو المدرب الوحيد في العالم اللي قادر يلم لك كمية من النجوم ويلعب بأفضل شكل ممكن. فطبيعي جدا تكون النتيجة أبطال أوروبا صراحة. يعني تتكلم عن فريق قبل موسمين 100 نقطة، تتكلم عن فريق عنده كريستيانو في عز
عمره ومتفجر، تتكلم عن مودريتش، تتكلم عن الونسو، تتكلم عن طبيعي جدا انك تحقق العاشرة صراحه، ولو انها بغت تروح بس انا بالنسبه لي السيناريو اللي جت فيه العاشرة من خلال هذا السيناريو قوة عظم ريال مدريد صراحه. اي صحيح. لما تحقق اللقب بالطريقه هذه، يمكن في البدايه كنا نقول حظ، كنا نقول بغت تروح، لكن لما شفنا تتكرر هذه المواقف، طبعا لا ننسى خطأ اللي صار، يعني خروج ألونسو وتدخل لاعب مثل خامس، أنا هذه عندي اللي فيها تحفظات، فطبيعي جدا تكون النتيجة صفرية يعني الموسم اللي وراه. بعدها جبت بينيتيز، غلطت الغلطة اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. بينيتيز مدرب عظيم جدا ورائع، لكن بينيتيز كانت شخصيته ناشفة جادة، وتعامله مع اللاعب يعني يتعامل مع كريستيانو مثل ما يتعامل مع فاسكيز، هذا أمر ما يصير. صحيح. إيه، فطبيعي جدا تكون النتيجة إقالة يعني. وطلع وجهك زيدان، وزيدان تعلم يعني. زيدان انت تتكلم عن اول ما استلم مورينيو، يعني شوف من الحاجات اللي سواها مورينيو الناس يمكن ما يذكرونها. مورينيو اول ما استلم قال فالدانو ما يصير مدير رياضي، اسطوره النادي فالدانو ما يصير اسطوره، ما يصير مدير رياضي، شاله. زيدان تعال رحت اخذ رخصه تدريب وتعال، وجاء وقعد وخلاه. وتذكر زيدان جاب فاران في الوقت هذاك. هذه الامور اللي اقول لك زي مورينيو عنده شغلات ترى يمكن ما حد يذكرها، الناس تذكر مجرد 3 ألقاب. فبعدها زيدان جاك متعلم، متعايش مع بيب غوارديولا، متعايش مع بيلسا، متعلم، مستلم الكاستيا فتره، وصار مساعد لأنشيلوتي، فكسب خبرات في هذا الامر، وعرف شلون يدير غرفه الملابس. بس قبل اسف سموح ابو ضويحي، قبل لا اكمل، مورينيو صدامي نعرفه فنيا ما عليه كلام، لكن يخسر غرفه الملابس بسرعه. انشيلوتي او خلي انشيلوتي بخليه اخر مثال. بينيتز انا اذكر تصريح، حتى اذكر تصريح كريستيانو وما طول يعني كم 6 أشهر ولا اقل، شهر واحد، شهر واحد تقريبا، اي ما طول. اذكر تصريح حق كريستيانو للحين اذكرها كأنها مصوره بمخي يعني. قال بينيتز كان يعلمني شلون شوت فاول. كريستيانو تتكلم يعني. فكان يتدخل بامور ما ادري شو، انت تتكلم عن واحد بلندور، فانت ما يصير تعلمه شوت فاول، لازم بعض الجزئيات مثل ما قلت انت تقولها حق فاسكيز، تقولها حق لاعب ثاني. فكان يتدخل بامور، يقول حق مودريتش لا تلعب باص. اي بالضبط. فانت ما يصير تتكلم يحرمنا من هالباص يعني. ما يصير تتكلم لاعبين بهالمستوى بهالطريقه يعني، او توجههم بهالطريقه. فيمكن خسر اللاعبين، قام يشوفون ان اللاعبين هذا قام يتدخل بشغلهم. بعدين يانا انشيلوتي، ما ابي اتكلم عن انشيلوتي اليوم، لكن انا والله العظيم لليوم ما فهم انشيلوتي صراحه. يمكن انت الحين شوي نهايه الموسم قاعد تعطيه كريدت مثل ما يقولون، قاعد تعطيه افضليه، لكن ليه بدايه موسمنا، وانا الحين بخلي هذا المحور موضوع ثاني، لكن لا ليه بدايه هالموسم انشيلوتي ما ادري شو نهج الفريق، ما ادري شلون يلعب الفريق، يلعب بكره قدم عاديه. فانا قبل لا انتقل لتحليلك للموسم، شنو يسوي انشيلوتي؟ هل هو انشيلوتي مو صدامي؟ هل ما يدش بتفاصيل التدريب؟ هل انشيلوتي ما في كرة وايد، في اجواء يعني في لاعبين، في مدربين ترى ما يهتم بالامور الفنيه وايد، يخلي اللعب حبي اجواء، عرفت؟ مو ما يركز بفني فني فني فني. تعرف انت في مدربين يكون الحصه الفنيه 70%، في مدربين لا 30% اغلبها امور ثانيه. فاوصف لي انشيلوتي. شوف انشيلوتي من المدربين اللي يؤمن في موهبة اللاعب أو باسم اللاعب وإمكانيات اللاعب أكثر من التكتيك نفسه، وهذا أمر يحق للمدرب وأمر طبيعي جدا. لكن مش كل لاعب أنا أعطيه هذه الحرية وأؤمن فيه. لازم يكون في عندك نهج فني، أو يكون عندك جلسات تدريبية تأسس فيها الفريق، وبعد ما تأسس فيها الفريق وتدرب فيها الفريق، بعدها تعطيهم بعض الأمور في المباريات. تقول مثلا في الدقيقة الفلانية أو في الوقت الفلاني أو من غير كرة أنت تبدأ تاخذ راحتك، لأنه ما يصير أنت توصل للموسم الثاني ريال مدريد سيء من غير كرة، سيء مع الكرة. يعني نذكر احنا أول موسم وثاني موسم ريال مدريد يدافع بشكل مخجل تماما، ولما يتقدم يقدر يقلب النتيجة وهو يضحك، مثل ما صار قدام باريس مثلا، مثل ما صار قدام مثلا ليفربول. ترى في النهائي ليفربول بالنهائي مدافعين اول 25 دقيقه تذكر، ايه تقدمنا نهايه الشوط الاول، سجلنا هدف لغى.
أنشيلوتي من المدربين اللي، وهذا شيء يعني مو من عندي، هذا اللاعبين يذكرونه. يعني أذكر خامس يقول أنشيلوتي مختلف عن زيدان يجينا يعلمنا أمور تكتيكية وش نسوي وش ما نسوي. طبعا هذه ترجع للاعب للمدرب نفسه. في مدرب يعلمك بطريقة أنت تقدر أنك تتقبلها، وفي مدرب لا يفشل في هذا، مثل ما ذكرنا قبل شوي بنيتيز. يعني أنا أذكر شفت باص مودريتش، هذه ترى بيب جوارديولا قايلها حق الكانتارا، يقول لا تلعب باص كذي بخارج القدم. بس ليش الكانتارا تقبلها ومودريتش ما تقبلها؟ لأن هني فهمه، ولأن هذا بيب جوارديولا، لأنه عارف شلون يوصل لقلب اللاعب، خلاه يقتنع إنه ما يلعب هذا الباص، لأن هذا الباص مو صحيح، بحيث إن الكرة ما طق بالأرض قبل لا يستلمها صاحبك. أبي صاحبك يستلم الكرة نظيفة. بنيتيز أنا متأكد ما جاء قال حق بودريتش كذي، قال لا تلعب باص كذي. ليش؟ بس خلاص لا تلعب باص كذي، فاهم؟ فهني هني ذكاء المدرب. أنشيلوتي من المدربين مثل ما قلت لك يعطي الحرية. يعني الموسم اللي طاف أو بداية الموسم احنا نشوف الفريق شلون. الموسم اللي طاف كنا نشوف فريقنا شلون معتمد كليا على فينيسيوس. فأنا هني أنا لازم أجي أقول لك إن أنا اللي قاعد أشوفه فعلا هذا أمر ما في نمط معين. يعني تجي ترجع لي حق أي فريق من ريال مدريد اللي شفناه في نمط. أنت تشوف مثلا ريال مدريد مع مورينيو مثلا يدافع ويلعب بالمرتدة، مهما تغيرت الأسماء، مهما داور، مهما خلاص من يتراجع أنت تدري إنه راح يطق بمرتدة يقتل فيها الخصم، تدري خلاص. ولما يتراجع ويوقف واقف صح، ما عنده أي مشكلة. لما يدافع 90 دقيقة عادي ما يستقبل هدف. أنت تدافع 90 دقيقة نجم البطولة كورتوا، هذا أنت المدرب الإيطالي الخبرة 30 سنة، فلا تقنعني إن في عمل في التدريبات. لما تجي تطالع مثلا تصريحات، تطالع شهائد لاعبين شهدوا في العمل مع أنشيلوتي، كلهم يذكرون نفس النقطة، إن أنشيلوتي يجيك شلون الوالدة شلون العيال، بس ما تدخل في الامور التكتيكيه حرفيا. هذا هو المدرب. يعني الفتره لما طلع رونالدو يقول كريستيانو، يقول يوم قابلوه يقول كأني خسرت حبيبتي. فهمت؟ هو اسطوري بالعلاقه مع اللاعب، اسطوري. وترى انا متاكد الموسم هذا اللي طلعنا فيه احنا او اللي تجاوزنا كثير من المباريات كنا سيئين فنيا كثير، لكن تجاوزناها بالروح اللي موجوده بالفريق. انا ما ابيك تشوف اول هدف سجله أردا غولير، شوف اللاعبين شلون يحضنونه كأنه ولدهم بالابتدائي متخرج اول سنه متخرج، والله العظيم صح. ابويه لحظه تشوف شيء مو طبيعي، ملتمين عليه. فينيسيوس بالدكه ويفرح، شوفه يوم شات الكره وطقت بالقائم اللي من نص الملعب، الكل فرح وهذا ومستانسين في هو بالنقطه هذه. صحيح، الجانب النفسي اسطوري وتعامله مع الاعلام ايضا اسطوري. لكن لما تيجي تطالع عمل فني لا. لما تيجي انت تطالع مثلا مدربين الفرق الثانيين، هذا المدرب تسمع يقول تعاقد مع مدرب ركنيات او كرات ثابته وتعاقد، هذا الرجال لا، انا ولدي انا دافيدي يشتغل. ترى في كثير من اللاعبين اثنوا على دافيدي، ان دافيدي يهتم بالتفاصيل التكتيكيه. انا اذكر في، ما بيطول في هالمحور، بس انا اذكر في نهائي وثائقي نهائي الرابع عشر، المساله عنده بسيطه جدا. اجتمع مع اللاعبين في الغرفه بروجيكتور، قال نقطه الضعف شوفوا فان دايك، قط الكره بظهر فان دايك، لا تجي فان دايك وجه بوجه، لا قط الكره بظهره واستخدم سرعتك، انت هني ممكن تتفوق. ولو يعني ترى الهدف صار كذي حرفيا، يعني مودريتش سحب هذا وقطها وراح فالفيردي، وحرفيا هذا اللي حصل. فهمت؟ فهو يؤمن بموهبه اللاعب اكثر من ما، هذه العقديه يعني كلاسيكيه. انا اذكر زيدان كلاعب يقول ايام الكالتشو كنا احنا يعني لما نتعب بدنيا او نرهق بدنيا خلاص نسلم الكره حق افضل لاعب فينا يعتمد فيها على موهبته ويصنع الفارق. فهذا اللي موجود عند أنشيلوتي. فينيسيوس لا، لكن الحين الشهاده لله تغير الريال. هو هالموسم يعني هو حتى مرينا يعني اول شهرين ثلاثه هم كنا بنفس النهج، تغيرنا بعدين. انا بروح حق هالمحور، بس قبل شلون القهوه ممتازه ما شاء الله. ابيك تصدقني والله قويه ما شاء الله تبارك. كل ضيف يمدحها، لان بعد انا ادري بعد ما يمدحون يمكن شوي يجاملون بالتصوير، لكن بعد ما اطلع يقول لي شنو اسمها. لا والله جد قويه ما شاء الله تبارك الرحمن. جت لك القهوه من سبونسر الحلقه 48 ايست محمصه، وكذلك هم كافيه. تفضل، هذه هديه بسيطه. ان شاء الله.
عليك عاد انت بالعافيه. تشوف انا طايح بهالسوالف هذه اي فنمرهم واذا جازت لك بالسالميه محمصه وعندهم ملوت الكبسولات ملوت الماكينه وعندهم بن عادي الله يكثر وانواع. وكذلك هذه هديه تذكاريه من اجار اونلاين، اول تطبيق لتحصيل اجارات بالكويت. هذه هديه تذكاريه. الله عليك بالعافيه. يرحم والديك. والديك الجنه يا حبيبي. عندك عقار؟ ريح نفسك من متابعة المؤجرين والتحصيل، كل شيء صار بجوالك. اشترك مجانا الآن. الحين هذه الفتره بعد العاشره، انا مؤمن ان انت بعد العاشره شوي بلشت تتجه الى الاعلام. بعد العاشره، مو بعد العاشره بالضبط، لكن يمكن قبل 11 وال12 و13. شوف للأمانة من بعد العاشرة جاتني أكثر من جاني راديو، جاتني تلفزيونات، لكن كنت أرفض. فهد ماني متخيل إني أنا أطلع بالتلفزيون، لكن المسألة صارت صدق. لا أنا مو هذا الشخص، فهمت؟ أنا لا ما أطلع بالتلفزيون. فهد أنا كنت أعاني من محيطي بشكل كبير، ترى بشكل كبير. فهد أصدقك القول يعني، أنا عندي زملاء يعني أو ربعي الخاصين يشوفوني أنت سخيف، شنو كرة قدم لهالدرجة؟ فهد فهمت اللي ما شنو كرة. محيطي عائلتي ما هم متخيلين ان انت والله تتابع كوره ده. فما كنت بين اخذ الخطوه هذه ولا لا ما اخذها، فاهمني شلون؟ اخذها ولا ما اخذها. فقعدت يمكن 3 سنين تجيني يمكن بعض اللقاءات وكنت ارفض الى ان تدريجيا يعني للامانه دخلنا في، او يمكن اول ظهور لي يمكن مع الشباب في صوت الجماهير في اليوتيوب. كنا طلعنا في اليوتيوب وقعدنا. لو تلاحظ يعني في البدايات كانت الجلسة حبية، في تذكر صوت الجماهير يوم كنا صحيح كانت الجلسة سوالف وهذا، ما فيها ذيك الرسمية. أنا كنت أخاف منها وكنت أخاف حيل من الكاميرا، حيل كنت أخاف منها صراحة. بعدها لا، تدريجي شوي. بعدها فجأة يعني اتصلوا علي قناة الكاس، هذا أول ظهور تلفزيوني لي. حتى كنت عبالي دقة يعني من الربع. اتصال جاي لي من قطر، والله عبالي دقة من الربع. فدقيت على عبد الله بلوشي كان طالع قبلي كنا بأسبوعين طالع وياهم. عبد الله دق علي قناة الكاس قال لي روح. قلت لا يعني السالفة صدق يعني ولا دقة من الربع؟ قال لا روح ايش فيك؟ قلت يلا. وانا يعني صراحة هذه الفرصة اللي أشكر فيها دكتور يعني صراحة محمد السعدي وخالد الحدي. خالد الحدي شخص كنت أشوفه أسمع بالتلفزيون بين سبورت، هذا الشخص معقول راح أقعد وياه بطاولة واحدة. لكن للأمانة إلى اليوم أنا أفضل لقاء أشوف نفسي طلعت فيه هو أول لقاء مع خالد الحدي. يعني سبحان الله دائما المقدم يقدر يطلعك بأفضل شكل ممكن. قعدت قال لي أول مرة تطلع؟ قلتي. قال شفت الكاميرات هذه كلها؟ قلتي لا تطلعها. شفت الشاشات هذه كلها الإضاءات هذه لا تطلعها. أبي منك شغلة واحدة. قلت شنو؟ قال جهز المقدمة وتعب عليها بس، البسملة والسلام عليكم، جهز لك كلمتين وبس، وترى أخوك اللي وياك. قلت تمام. سبحان الله والله العظيم تعبت على البسملة وعلى البداية. بعدها بلشت صح كني هذا يمكن اللقاء رقم 100 لي عادي. فأشكر صراحة خالد الحدي للأمانة، محمد السعدي للأمانة، هذا الشخص الجميل جدا يعني. محمد السعدي هو الشخص اللي للأمانة تواصل وياه. بعدها جيت مرة ثانية وطلعت معاهم. بعدها طلعت مع عمر دويسان في قناة الشاهد، طلعنا كذا مرة. بعدها طلعت مع الشباب في صوت الجماهير في تلفزيون الكويت، قناة ثالثة. بالأمانة طلعنا وياهم واستمرينا إلى قبل نهاية الموسم. انسحبت أنا من البرنامج صراحة، طلعت من البرنامج لأن للأمانة أنا عندي توجه خاص، عندي فكرة خاصة، أنا مؤمن بشغلة خاصة. أنا قاعد أشوف أن الإعلام هذا التقليدي خلاص هذا مع الوقت راح يموت. وجهة نظري يمكن أكون مخطئ فيها، لكن أنا قاعد أشوف أن الناس ما قامت حتى تطالع تحليلات أكبر القنوات، ما قامت تطالع. صحيح. من تخلص المباراة يفر يدور له قناة على اليوتيوب، يتابع له
يوتيوبر معين يتابع تحليله يتابع. ف انا مؤمن ان الاتجاه هذا افضل بكثير من الاعلام التقليدي صراحه. صح. اقل الرسميه، تاخذ راحتك وانت تسولف، فيه البساطه ما فيها الرسميه، وانا اكره شيء عند الرسميه، ما احبها احب البساطه، فهمت؟ فهذا اللي لحد الان صراحه. وبالبودكاست ماشيين انا ويا الشباب. هني بهالفتره يعني منو اللي اثنى والله قال لك ترى فهيد انت زين بالتحليل، او انت كنت شايف نفسك بهالمجال اللي والله لا انا ابي اطلع؟ في احد كان يسمع منك التحليل يعني بالنهايه كنا واحد ما يدري انه صوته حلو بس الناس تقول له ترى صوتك حلو بالضبط. شوف اقول لك كان ما في احد يوجهني، ما في احد يقول لي ترى اللي قاعد تسويه صح، قاعد تسويه غلط. انا اذكر كنت ابطل سناب واقعد اسولف عن مباراه ايش قاعد تسوي؟ قاعد تسويه غلط حيل، بس ما في احد قاعد يقول لي اللي قاعد تسويه صح ولا اللي قاعد تسويه غلط. وكان في بعض الاصوات للامانه كان يجوني فهد لازم تسوي كذي، فهد لازم تسوي كذي، كان عندي واحد من ربعي يدرس طب في مالطا ما يطوف سنابه لي، كان يعرفني عدل، فكان يقول لي فهد لازم تسوي كذي لازم تسوي كذي، وكنت استمع له للامانه. وبديت اتخذ الخطوات هذه. ليش ما احط لي مكتب؟ حط لي مكتب. ليش ما اجيب اضاءه؟ ليش ما احط ستاند؟ ليش ما اسوي واحده ورا. لا شفت تفاعل، شفت فعلا ناس بدأت تتقبل. ترى احيانا المشاهد العين تحب، صحيح. الواحد لما يكون محتواه ثقيل جدا بس الشكل ما يهتم لك، خصوصا اللي ما يعرفك، فمع الوقت لا للامانه بدأت تستشعر ايمان الناس بتحليلك. واحد يجيك يقول لك والله فهد الكلمه هذه انت قلتها بالمباراه فعلا صارت، والله هذا صار، والله فهد. يستشهدون فيك، يسالونك، يبون يعرفون. فهني انا بديت بعدها قمت انا اهتم للامانه في النقطه هذه صراحه. انت عشان تطور من نفسك قريت كتب صح؟ قريت كتب صراحه. محمد عواد كنا محمد عواد ترى كتبه يعني ما هي تحليليه، مجرد قصص وامور يعني تخص كره، مش فني. منو الكتب اللي كنت تقراها ولا شلون حاولت تطور نفسك يعني؟ اهتميت الامانه في استديوهات تحليليه. اسال واجد، اتعلم واجد. يوتيوبر معك صادق تعلمت منهم. كتب مثل كتاب علي بولند، طرق 9، الهرم المقلوب، هذه كلها كتب يعني صراحة كنت استفيد وصرت أهتم في القراءة. مو شرط حتى تقرأ شيء فني. وللأمانة الناس الحين مو مقصرة يعني، لقاء نص ساعة حق مدرب بقيمة مثلا بيب ولا مورينيو حق كلام فني ترجمة لك ويحط لك. اقرأ بس أخي اقرأ، وهذا الشيء نتمناه قبل. صحيح. الحين موجود يعني ما شاء الله المترجمين ايش كثرهم تارسين تويتر. فمنها اشوف المقطع طق لايك واحفظه متى ما بغيت اقرا. كل ما تقرا توسع مداركك وتتعرف، تبدا تفهم الكوره وتطالع الكوره بشكل اعمق. وكل ما طالعت الكوره بشكل اعمق صارت ردة فعلك بالخساره اقل، صارت فرحتك بالفوز اكبر، تتغير معاك مشاعر كره القدم للامانه. المحلل عشان يكون مميز لازم يكون محايد؟ مو شرط. وانا بالنسبه لي يعني في ناس ينتقدون المحلل الفلاني والمحلل، انا بالنسبه لي الخلل منك انت يا المشاهد. يعني مثلا على سبيل المثال عادي نذكر اسماء. مثلا محمد ابو تريكه ما اسمع منه بالليغا، بس بريمير ليج اوف اسمع له. طارق دياب ما اسمعنا بريمير ليج بس اسمع له بالليغا، لاني اعرف ان الشخص هذا متابع للليغا، ما يقول كلام خطوط عريضه انا اعرفها والكل يعرفها وتنكتب باي مكان. لأن طارق دياب لما يجي يتكلم عن ريال مدريد أو عن برشلونة أو عن أي شيء يخص في الليغا، أنا أدري أن هذا الرجل متخصص متعمق في الليغا، راح يقول شيء جديد عليه. مثلا مو نفس بوتريكا لما تجي تسأل عن ريال مدريد ولا عن برشلونة مو متابع، الرجل مو متابع، ممكن متابع بالأبطال وقس على ذلك. فأنت اللي تختار المحلل اللي أنت يجوز. أنا ممكن كشخص أجي أتكلم مثلا بالكالتشو وأعطيك خطوط عريضة وتحصل، ترى أنا أكون معك صادق تحصل. أحيانا أجيب الحلقة أقول شيء يعرفه المشجع اللي يشجع الميلان ولا شيء يعرفه شنو ضاف لي فهد شو أسوي، بس هذا الحلقة. لكن تعال تقول لي مدريد بقول لك شغلات أنت يمكن ما سمعتها. ليش؟ لأني أنا متابع بريمير ليج أحيانا فالمتخصص أنا بالنسبة لي متخصص صراحة. أما مسألة الحياد
انا بالنسبه لي الحياد كذبه. كره القدم تبقى عاطفيه، ولكن الشاطر اللي يقدر يتحكم فيها او يحاول قد ما يقدر ما تفلت اعصابه في وقت معين. لان شوف مثلا اكبر محايد وكان يمثل انه محايد وكان متخلي وانه شبع كوره من المحللين، يوم خسر برشلونه 8-2 طلع الوجه الحقيقي. فهمت؟ لان هذه كره القدم في النهايه. كره القدم يعني صراحه كره عاطفيه، لا نضحك على بعض. ريال مدريد يوم خسر الموسم اللي طاف 4-0 قدام السيتي، ايش صار فينا؟ فاهمني شلون؟ الوقت هذا راح تحصل الشخص اللي يقدر يضبط نفسه ويقدر انه يطلع قدام الشاشه ويتكلم بكل منطقيه، وراح يكون شجاع ترى. لان وقتها المشجع ما يبيك تكون منطقي، يبيك تفرغ غضبه وتصير واجد. احيانا ريال مدريد يخسر خساره يدشون عليه في هيد، ابيك بالحلقه تسوي لا يا طيب انا مو طالع افرغ طاقتك السلبيه، لا انا طالع احل الموجود في المباراه. ايه وبس. عبد الله بلوشي غير فيك اشياء بالتحليل واجد، ترى هذه اول مره اقولها. عبد الله بلوشي عبد الله بلوشي اول ما تعرفت عليه بتويتر عبالي اماراتي. عبالي اماراتي ونعم والله باخواننا الامارات، بس ليش؟ انا اقول لك ليش. دش علي بالخاص دش علي بالخاص. ابو محمود يتكلم اللكنه بدويه، اللسان بدوي صح. قلت بلوشي وهذه الله يبقيك قلت بس اخواننا بالامارات يعني ما يفرقون بلوشي غير بلوشي، كلامهم كذي، هذه لكنتهم. نعم فيهم حبايبنا اكيد ما نحييهم. ايه قلت يا اخوي انت من الامارات. قال لا يا معود، حسبي الله ونعم الوكيل. قال لا يا معود انا متربي بالفنطاس، من عيال الفنطاس. حياك الله. طلع لا من عيال متربي مع عيال عمك ومن جماعتك وهذا، فعرفت ان الخوه وربعه هم اللي حولوا عبد الله بلوشي. ايه صح. بس للامانه شوف عبد الله بلوشي كنت اقول هذا ايش قاعد يقول، خصوصا برشلونه، خصوصا عفوا بيب جوارديولا مع بايرن، كنت اختلف وياه كثير، بس للامانه يعني بحدود الادب. يعني عبد الله بلوشي من الناس اللي كنت اقدرهم حيل، تدري ان هذا الشخص عنده شيء مع اني ما كنت اعرفه وقتها، بس كان يدافع بشغلات يعني ما تستحق الدفاع. كنت اقول هذا ايش قاعد يقول، وكان يناقشنا باله طويل وياي. بعدها تعرفنا على بعض وقعدنا مع بعض، وانا مثل ما قلت لك حققنا احنا 11 13 والثاني 10. لا بديت اقدر اللي قاعد يقوله عبد الله، بديت افهم اللي عبد الله ايش قاعد يقول، بديت حببني ترى للامانه بشكل كبير. عبد الله حببني في التحليل للامانه صراحه. اقولها يعني ولا اخجل من ذلك ان عبد الله لا فضل علي والله. بس عبد الله ترى في ميزه، انا صح انا والله اشوفه مختلف في التحليل صراحه. يعني اسمع يعني انا مو مختص بالتحليل، لكن مثلا اعرف في اهداف معينه مثل ما قلنا، في لاعب يسحب لاعب، في جمله انا مفهومه مكرره احافظها. عبد الله يعطيك نظره ثانيه، والله انا صادق يعني يعطيك نظره ثانيه، يقول يا ان احنا ما نعرف كره القدم، يا ان هذا يعني ماخذ معايشه مع جوارديولا. انا هذا عبد الله ما ترى صدق ماخذ معايشه مع جوارديولا، بس وهو بالبيت الا انه مستحيل ما ادري شلون ينظر حق كره القدم. وفي ميزه ثانيه مو مرتبط بنادي، فانا اشوف هو مع السيتي لان جوارديولا فتره من فترات مع زيدان كان مع مدريد لان زيدان يعني يمكن حاليا مع السيتي بس لان جوارديولا ما ادري يعني يفسخ عقد بس يمشي فما العاطفه ما تطغى على التحليل. يعني انت لما تكون مرتبط بنادي شوي ناديك، يعني مهما كنت انت حيادي مثل ما قلنا في محلل 30 سنه بس لما خسر 8-2 خلاص. اي طبيعي ترى هذا امر طبيعي يعني. انك انت ما يكون عندك نادي تشجع، انت تحب بس كره القدم يعني راح تنظر لها بنظره ثانيه المحايد. فيمكن هذا من الاشياء اللي تميز عبد الله. صح ما ادري بس احييه والله عبد الله. وكنت ادري انه هو غير فيك اشياء عشان كذا انا سالتك يعني. بعد ما عرفت التحليل وبلشت تحلل وتسمع تغيرت نظرتك حق اللاعبين؟ يعني في لاعبين كنت مؤمن انهم مثلا لاعبين مو على جوده، بس بعد ما فهمت بالتحليل اكتشفت ان هذا اللاعب اصلا سوبر بس انا مو فاهمه. خفت تزعل علي؟ انا مو سالي، كلنا نعرف الاجابه. بنزيما فعلا. بنزيما كنت حيل يعني، كنت طالع كره القدم مجرد ارقام،
هذا انتهى الموسم برصيده 9 أهداف 10 أهداف شنو هذا؟ لا بس بعدها عرفت ان بنزيما حتى لو اني يسجل لك 9 أهداف بالموسم قاعد يقدم عمل ما حد يقدمه صراحه. فهني انا انقلبت فوق تحت مع بنزيما. حتى في ناس كانوا يعني بتويتر يجيبوا لي تغريدات قديمه يعني انتقد فيها بنزيما. قلت انا أتبرأ، أخجل هذا الرجل، انا اخجل من نفسي صراحه، انا اعترف. لكن فينيسيوس مثلا انا ما اخجل. في ناس طلعوا لي تغريدات سابقه هذا فينيسيوس اللي الحين تمدح شو. لا فينيسيوس ما اخجل، لأن فينيسيوس حرفيا كان يعني معلش صح. لكن لا بنزيما فعلا حسسني اني تافه كرويا صراحه. لما رجعت اطالع الرجل هذا قاعد يسوي شغلات ما شفت احد يسويها حرفيا، وشوفت عينك يعني انت. طلع بنزيما جبت بيلينغهام علشان بيلينغهام يقوم بهذه الادوار كلها. صح. مرحله بنزيما انا يعني مرحله كم قاعد بين 12 سنه 13 سنه من 2009 طلع 2000 يعني فتره طويله فيها حلو يعني فيها حلو فيها مر. ما اقول لك انه هو السبب لكن الفريق يعني اقصد انه فتره اخفاقات وكذي. ف بس القصد من كلامي ان انا ادري ان في بعد التحليل لما تعمق كره القدم تكتشف اشياء وايد ثانيه مثل دور بنزيما، دور الباكات، نص الملعب. في ادوار اصلا احنا بالنسبه لنا الناس اللي متابعين بس مو متعمقين ما نفهمها يعني. يجيك شخص ينور عليك. بس في نظره ثانيه احنا نشوفها ان كره القدم الجانب النفسي اعلى من الجانب الفني. يعني العمل الفني التراكمي والعمل الفني النفسي. منو اللي يطغى؟ احنا كمتابع، انا اتكلم عن نفسي كمتابع مو محلل، انا اشوف ان كرة القدم الجانب النفسي فيها اعلى. يعني يجيك فريق صغير مستعد نفسيا اي يطق ريال مدريد اللي هو مستعد فنيا 10-0، مو 10-0 بالنتيجة لكن اكتساح. شوف انا بالنسبة لي يعني اللاعب ما راح يعطيك او الفريق ما راح يعطيك فنيا الا لما انت تعطيه نفسيا. اللاعب او الفريق لما يكون معاك مرتاح نفسيا ومهيئة عدل للمباراة ومحفزة عدل ومدخلة أجواء المباراة راح يعطيك العمل الفني اللي أعطيته إياه بأفضل شكل ممكن. لأن اللاعب لما يجي حاب التدريب حاب العمل معاك راح يجتهد معاك ويطبق اللي أنت تبيه فنيا في أرض التدريبات عشان يطبقها في أرض الملعب. لكن لما يكون اللاعب مو بالك أنت كمدرب مو حابك مهما سويته ما راح أجي تدريبات لي نفس، ما راح أطبق اللي تبيه. أذكر أنا بنيتيز اليوم الأمثلة كثيرة عليه. أنا أذكر في مباراة من المباريات مطرود منه لاعب وإسكو قال حق بنيتيز يقول ارجع ظهير، قال خلي يولي كذي طاف تخيل يعني مو إحنا مو بالعينك ما نبيك. تذكر نظرة كروس وهو يطالع بنيتيز بالتدريبات. في المقابل زيدان دربك للحين ما طلع رخصة تدريب حقق أبطال. صحيح. وزيدان نذكر تصريح الشهير يعني قال لا قد لا أكون الأفضل تكتيكيا ولكني أملك أمور أخرى. شنو هي الأمور الأخرى؟ جانب نفسي، الأجواء اللي كان يسويها في الفريق. بيب غوارديولا أعظم مدرب تكتيكي كان يقول 70% من عملي نفسي. لولا الأمور النفسية ما راح تأخذ أي شيء من اللاعب. شو اللي يخلي فاسكيز نجم الكلاسيكو المباراة اللي طافت؟ فاسكيز نفسي. كم صار المباراة ما لعب؟ شلون يدش يصنع بلنتي ويصنع هدف ويسجل هدف؟ شلون؟ متوقع والهدف الهدف على الطاير. هذا الرجل هذا اللي قاعد صار له 3 شهور بالدكة ما لعب الدخله بالكلاسيكو يقدم كذي. كامافينجا كم مرة يطلع باللقاء يقول منزعج انه يلعب ظهير بس لما يلعب ظهير شو يسوي؟ يبدأ يعطي كل عنده. ليش؟ من اجل هذا المدرب انشيلوتي اللي نفسيا معطيه اللي يبي. مثل ما قلت انت كريستيانو بيقول انا. فالعمل النفسي من العمل الفني من غير عمل نفسي ما راح تاخذ ولا شيء ولا شيء. فترة انت شي قمت تسوي فلوجات مباراة مدريد في الرياض في جدة الرياض مع فالنسيا. سويت فلوج 1 أو 2 وبعدين وقفت. سويت واحد. اي انا كانت عندي قناة باليوتيوب نزل فيها يمكن 10 أو 11 حلقة ووقفت. من ضمنهم الفلوج هذا. فلوج كذي رايح الرياض يلا خلنا أصور يلا خلنا أضبط مجرد تجربة يعني فقط مجرد تجربة. ليش ما كملت؟ والله مرهق اليوتيوب متعب جدا 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 يعني أنت خصوصا اليوتيوب إن دائرتك توسع. أنا في السابق كنت أقول بس حق مباريات ريال مدريد
بعدها انت بالنهايه تبي مشاهدات. يجونك جماهير برشلونه نبي تستاهلون تحط لهم. انت محتاج وقت ثاني. زين البريمير ليج، زين احداث كرويه، هذا كله جهد ذهني والامانه مادي. يعني انا صفر بالتكنولوجيا هذه، قد ابنتج واسوي لا ما اعرف. فكنت اشتغل كان يشتغل معي احد الاخوان، واحد الاخوان بالمغرب، فكان متعاون وياي للامانه، ومره اعطيه ومره ما اعطيه ومره يخش لي ترى فاتوره زادت. بعدها لا قلت لا الدعوه كذي ما يبي، وقفت صراحه. صح، مكلف اليوتيوب يعني، ومرهق ذهنيا مرهق. يعني انا دائما اقول برافو صراحه على اخواننا الموجودين في اليوتيوب صراحه، خصوصا اللي يشتغل بروحه. شوف يطق الكاميرا ويقعد يتكلم ما شاء الله تبارك الرحمن، ويمنتج ويسوي ويضبط. لا هذول برافو عليهم، يعني شلون ما ادري من وين جايبين هالطاقه ما ادري، ما شاء الله تبارك الله. صح متابع اليوتيوب. ابي انتقل لهالموسم، ويمكن هذا يعني احنا فيها اليوم وموسم استثنائي بما تحمله الكلمه من معنى. موسم دخلنا الموسم اللي طاف احنا مو محققين ولا شيء، حقنا الكاس الموسم اللي طاف اي بس لا دوري ولا تشامبيونز، طالعين من الشامبيونز ب4-0. الدوري خسرانين ضد أسوأ برشلونه يمكن، لا ما نقول أسوأ برشلونه كان الموسم اللي طاف زين، بس يعني هم الفريق اللي ياخذ منك دوري وجهه نظري. دخلنا بدون مهاجم، موقعين مع بلينغهام صفقه للمستقبل، ما كنت متوقع نتيجتها الفوريه، ما اتوقع، ما يمكن انت متوقع، انا متوقع. اول ما بلش الموسم هلت الاصابات، رباط حارس بدون ولا شيء، حتى كورتوا بدون تدخل يعني، بعدين ميليتاو، بعدين ألابا. كان الموسم رايح انه يكون موسم كارثي. ليه اليوم احنا محققين دوري ونلعب نهائي الشامبيونز؟ فسولف لي عن هالدوري، سولف لي عن الفترات. أنشيلوتي غيرت رايك، كنت قاسي تجاهه بالبدايه وبعدين غيرت رايك. الحين هذا المحور هذا بيصير حديث، ما في يعني اسئله. اول شيء احنا لما بنتكلم فهد فنيا نتكلم بشكل عميق علشان الواحد يفهم احنا شنو كنا نقصد. يعني مثلا تدري ان ريال مدريد هذا الموسم ارقامه تتفوق على ارقام برشلونه بب 2009. يصير اجيك اقول لك برشلونه انشيلوتي هذا افضل من برشلونه بب 2009؟ اكيد لا. فهمني شلون؟ فانا ارفض ان يجيني واحد يقول ترى احنا خذينا الدوري بخساره واحده، يمكن نفوز على بيتيس خلصنا الدوري بخساره واحده. ادري كرقميا واو، لكن كعمل فني لا. لما يجيني واحد يقول لي ترى اصابه ميليتاو، اصابه ألابا، اصابه كورتو، اعلم هذا الامر اعلم، لكن انا اعلم ايضا ان ريال مدريد يتفوق على كل فرق الليغا بالاسماء. اعلم ايضا ان ريال مدريد او الليغا بشكل عام سيئه جدا من 3 سنوات. يعني هدافين الليغا حاليا مهاجم فياريال ومهاجم جيرونا، لا ليفا، لا موراتا مثلا، لا مهاجم مثلا اشبيليا النصيري اللي قبل كان مثلا ينافس، ولا واحد. فانت يبين لك هنا فعلا انت يعني مثلا اتلتيكو مدريد مستذبح على سيبايوس بديلك الثانوي، فاهمني شلون؟ فانا متاكد كنت اقول يعني حتى لو يغيب ميليتاو، حتى لو يغيب ألابا، انا عندي ناتشو ما يعجبك يمكن بالابطال، لكن بالدوري لا يعبرني وانا اضحك. خصومك من مدافعينهم حرفيا يعني. اذا منافسك اللي هو جيرونا لاخر كم جوله سلم الدوري غارسيا وبلند مدافعينهم، انت مدافعك ناتشو اللي عنده 5 ابطال بالطريقه السادسه، عنده اختبارات كثيره ومعديها وعادي. فليش الافوره هذه؟ اوكي انشيلوتي شكرا على اللي قدمه، شكرا على اللي قدمه، بس لا نافور. لا فريقنا تتكلم انت عندك تشوميني ب 100 مليون، تتكلم عندك بلينغهام ب 100 مليون، تتكلم عندك مودريتش وكروس بدلاء او مودريتش بديل، عندك كامافينجا بديل. شنو تبي عشان ما تحقق الدوري؟ انت توك معصب على الموسم اللي طاف انه ما حققنا الدوري، فانت الموسم هذا عندك اسماء افضل. فشخصيا برافو انشيلوتي على الابطال، برافو صراحه. ما توقعت ابدا ان احنا نوصل نهائي الابطال، لكن بالدوري انا متوقع ان احنا نحقق الدوري صراحه. او ماني اكون معك صادق، يوم شفت صفقه خوسيلو قلت لا ايش قاعدين يسوون هذول، ما يبون الدوري هذول، حرفيا ما يبون الدوري. لكن تحسب له انشيلوتي صراحه توظيفه لبيلينغهام، يحسب لبيلينغهام انفجاره بشكل خرافي،
يحسب ايضا للاجواء اللي خلقها انشيلوتي، يحسب لتوظيف انشيلوتي وتعديه بعض المباريات مثل مباراه السيتي اللي انا هنيته فيها صراحه، رغم ان تاهلنا بالبلنتيات. لا انا شفت دفاع فعلا دفاع، اول مره يمر علي مدريد دفاع كذي فاهمني ولا شلون؟ غلطه، مو هذا النقطه، ما في هفوه. هذه النقطه اللي كنا احنا ننتقدها. ما يصير انت تدافع قدام باريس وتقول لي انا والله دافعت صح. كورتوا نجم البطوله كلها، صحيح. مستقبل 13 هدف. ما يصير تجيني تقول انا قويه دفاعيا ممتاز، لا انت مو ممتاز. فالحين انا واجهت السيتي، اكثر فريق مستقر فنيا، اقوى فريق مستقر فنيا، ولا قدر حرفيا ما قدر. هي غلطه واحده بس مال دي بروين اللي شاتها فوق، ولا غيره ما يقدر، ما قدر يدش عليك. فهني انا اقول هني انا اثني على العمل، هذا العمل اللي اثني عليه. لو ان الله يسامحه سيميوني يعني الموسم هذا حرمنا من دوري من غير خساره، وبيحرمنا يمكن يحرمنا من سداسيه، طلعنا من الكاس صح. ما لكن بس بضويحي هم انت اليوم لما يكون عندك 11 لاعب يدرون انهم بيكون اساسيين، يكون في 12 و13 بدلاء، ما نختلف. بس ناتشو ترى انت لما تقول انه بديل، فهو ترى مو بديل اول. يعني انت اذا بتلعب ميليتاو والابا مثلا، روديجير بيكون بديل ثاني. ممكن يكون ممكن نشوف مندي قلب وما نشوف ناتشو قلب، ما ادري، انا اشوف كذي. فانت لما تعتمد ل 11 وتعتمد ل 12 و13 وفجاه انت بتلعب بديل البديل، ترى هم هذه يعني هم هذه يصير فيها ربكه يعني شك. يعني انت اليوم شلون تخسر من فرق صغيره، تقول والله انا اوكي انا مدريد وعندي صف اول وصف ثاني، لكن هم بالنهايه لما يطيح عندي لاعب من الصف الاول، ترى الصف الثاني مو الصف الثاني او الثالث ما يكون بنفس الجاهزيه، اذا مو فنيا عقليا يعني. صح. ف بس لما يكون البديل فهد ناتشو اللي عنده الخبره هذه، ودائما اصلا هو تعود بمسيرته يلا بديل. متى انا اكون جاهز، انا موجود، انا حاضر. لما نتكلم عن ناتشو اللي الونسو حاليا يبيه بليفركوزن، مورينيو مع روما مطلوبه، لاعب دائما يبونه الاكبر، ينطرونه بس متى يطلع يلا تعال نبيك. فانت تتكلم عن هذا بديلك. انا ما قلت لك فايخو مثلا، يعني لو اعتمدت الموسم على فايخو بصفق. فايخو اللي قاعد بديل براي فايكانو الحين ما ادري غير ناطه، يعني اقول لك ايه هذا مدافع حفله. لكن ناتشو ترى يعني مو لهالدرجه. ناتشو ياما حجم ليفاندوفسكي، ياما حجم زاباتا مهاجم لوكاكو، كثير من اختبارات عداها ناتشو. صحيح. فما هو عجزان ان يعبرني. الناس مبالغه حيل. انا بالنسبه لي لا، ناتشو مدافع على مستوى الدوري جيد جدا، ما عندي اي مشكله صراحه. اوكي، بس في لاعبين اليوم يعني عطوك غير المأمول منهم. خلينا نقول لك بلينغهام يبقى انت ب 100 مليون ما نختلف، لكن خوسيلو، دياز، وانا هم في واحد ما توقعت من هالمستوى اللي هو روديجير صراحه صح. روديجير صدمه. انا ما كنت متوقع ان هذا مدافع يعني الموسم طاف واللي قبل. شنو هذا؟ انا للامانه صراحه روديجير كنت اقول افضل نسخه لروديجير يوم حققوا الابطال وهم مع تشيلسي. ولا اعتقد انه راح يرجع لهذا المستوى، يعني ما اعتقد انه راح يوصل معانا بهالمستوى، لا، خصوصا على الظروف اللي صارت في خط الدفاع، انك انت تلعب بجانبك تشواميني، تلعب بجانبك كارفاخال، تلعب بجانبك ناتشو، تلعب بجانبك ميليتاو، ألابا، يتغيرون وانت على نفس المستوى. لا انت برافو عليك صراحه. وكثير من المباريات يعني كان حسمها ترى. يعني اذكر في مباراه لنا مايوركا كنا فزنا 1-0 من ركنيه، وهو سجل يعني من الركنيه، يعني كانت له بصمات للامانه. فروديجير صراحه وحش، واحد ضد واحد بالتغطيه بكل شيء. بالنسبه لي هو افضل مدافع هذا الموسم. صحيح. وما كنت متوقع انا من النهائي ابدا، ما توقعت هالشيء. فانا اشوفه والله افضل مدافع صراحه. دياز فكنا هم كذا مباراه. يمكن خوسيلو، انا اسولف فيها الشباب كل من يقول انه خوسيلو يعني غلطه الهدف الاول مال بايرن، غلطه نوير. اوكي نوير غلط، لكن خوسيلو قطع تاريخية. صح. شو اسمه كان المدافع اللي موجود ديليخت ولا داير قطع من ظهر داير، وقطها لمسة واحدة ومسافة ضيجة فهو عطى فينش بتاريخه يمكن ما سوى. حتى الثاني ترى الكرة يتلب باليسار من روديجير وعالية. فهو في شيء استثنائي قاعد يعيشه الرجال، ان اللاعب البديل يعطيك مستوى انت مو متوقع ولا انت حاسب الحساب. يمكن لو انت لاعب بالاول 11 والصف الاول ما راح تكون بهالمستوى. شوف فهد، في شغله يعني في لاعبين شالوا الحمل. شنو ريال، عرفت؟ في شغله فهد بريال مدريد مو موجوده باي فريق بالعالم. ريال مدريد ممكن انه يتفوق على فرق وهو أسوأ منها فنيا بمراحل. يعني مثلا ريال مدريد امام تشيلسي
في الرابع عشر. تشيلسي كان افضل منه اي طبعا فنيا، السيتي افضل منه، ليفربول افضل منه. شلون احنا عدينا كل هذه الامور؟ ريال مدريد يمكن في فرق كثيره تقدر تتفوق بشخصيتها على ظروف معينه في الدوري. يعني مثلا اللي يسويه ريال مدريد في ابطال اوروبا السيتي يسويه كل يوم بالدوري، بس ما يقدر يسويه في ابطال اوروبا. فاهمني شلون؟ كذا مباراه تحس خلاص السيتي خلص بيخسر يقلبها. في شخصيه محليه تخص الدوري، لكن سيناريوهات الابطال ريال مدريد شاربها شرب صراحه. وصل لمرحله انه يسجل هدفين دقيقتين ولا 3 دقائق، وصل هالمرحله هذه. يعني اذكر هدفنا قدام باريس، الهدف الاول الهدف الثاني سجله واحنا الحين طالع اعاده الهدف الاول، احنا ما شفنا الهدف الثاني شلون صاير كذي حرفيا. قدام البايرن هدفين 3 دقائق. تكلم انت تشوف الفرق، انت وصلت مرحله انك تسوي هالامر قدام البايرن، الفم حاجه طبعا. صحيح. فريال مدريد وصل مرحله من الشخصيه انه يعكس على الزملاء بشكل خرافي، بشكل خرافي يعني. كامافينجا عمره كم عمره 20 اي 20 21 عنده 2 ابطال ان شاء الله اذا فاهمني شلون. فينيسيوس سوى العجب في اكبر فرق اوروبا واكبر لاعبين، وهو تو الحين وصل 24 سنه. فهذا التجارب هذه تخليك انت لاعبين شباب يلعبون بشخصيه كبيره جدا. ترى الشخصيات اللي يلعبون فيها اللاعبين هذول الصغار ما اكتسبها مودريتش الا يوم وصل 30. صحيح. كروس ما وصلها، هذول اكتسبوها هم بهالسن هذا، هذول بكره 27 28 سنه شو يسوون؟ فاهمني شلون؟ اي فريال مدريد يملك هالميزه هذه اللي ما حد يملكها. بس فهد الجيل الرابع عشر ترى مو موجود اليوم، لا الرابع عشر نقول موجود منه 1 ولا 3 موجود، لكن جيل 13 اخر نهائي مع كريستيانو رونالدو الجيل مو مختلف، يعني لعبوا منه يمكن 3-4 لاعبين صح. يا جيل ثاني هذه الروح وهذه الثقافه شلون انتقلت عن جيل جديد ما عايش الخبرات. يعني اول نهائي تاخذ انت خالط اللاعبين. يعني اذا تذكر مودريتش سالفته يوم فازوا على باريس، يوم وعد اللاعبين قبل مباراه باريس قال اذا فزنا على باريس راح نحقق اللقب. من وين جبت هالثقه هذه؟ من وين جبتها؟ فاللاعبين لما يتعايشون مع مودريتش في غرفه الملابس مثلا ويعيشون معاه الاجواء هذه على ارض الواقع، يتعايشون هذا الوضع، يعني يكون تاخذ خبرته اكثر من اني انا اجي القنك. انا عايش التجربه هذه. لما يجي مثلا مدرب يبي يحفز لاعبين في غرفه الملابس على سبيل المثال، يبي يحفزهم بيقول لهم احنا لازم واحنا والملعب هذا ديروا بالكم منه ايش قاعد يقول الملعب؟ الانفيلد اللي هو الانفيلد انا قلبت النتيجه فيه من 2-0 الى 5، اكبر نتيجه انا سويتها فيه. فظروف صعبه كثيره انا تجاوزتها. فحاليا لو يطلع مودريتش وكروس راح يجون لاعبين شباب ويكسبون خبرتهم من فينيسيوس ورودريجو وشواميني وكامافينجا، لانهم عاشوا نفس هالاجواء، خالطوا هذول اللاعبين. حتى لو كروس ومودريتش يطلعون مو شرط يكون معي بالفريق، انا خلاص عشت التجارب هذا مع هذا الشخص، فانا تستمد هذا. فالفيردي على سبيل المثال، كورتوا. فالتجارب هذه هو احلى ما في اللي حاصل في ريال مدريد، هي حاله الاحلال اللي صاير في الفريق حبه حبه. يعني شوف مودريتش ترى كان بيمشي بس قالوا كروس بعتزق خلاص مودريتش تعال قعدنا بيك ولا كان ماشي. اي ف النقطة هذه أسطورية موجودة في الريال، ما شفتها بأي فريق ثاني. هم الحين اللاعبين كلهم جيل واحد تقريبا وفئة عمرية واحدة، لكن ما تلاحظ بينهم الغيرة، ما تلاحظ المشاكل. الأنا هذه صح. إيه ما في، مع إنه يعني ما أقول لك إنه واحد، يعني لا أفهم لما أنشيلوتي آسف مودريتش وفالفيردي ولا كامافينجا أفهم هذا ما في غيرة لأن هذا أسطورة أنا لاعب للحين. بس لما أتكلم عن واحد ينافسني، لما أتكلم عن تشاوميني فالفيردي كامافينجا، واحد فيهم يلعب قلب الثاني يلعب باك والثاني قاعد احتياط هذا يلعب، تشوف لما يسجلون بالانستغرام دعم حق بعض، في شيء في كيمستري غريب، في كيمياء بين الفريق غريبة، في منافسة بس ما في غيرة. اللي صار بين صلاح وماني ما قاعد يصير، اللي صار بين أبرز النجوم ما قاعد يصير. هذا شيء أنا مو قاعد أفهمه، أول مرة ترى يصير مدريد يعني. إيه أول مرة يصير. زين نعترف كان يسويه كريستيانو؟ لا أكيد لا كريستيانو أنا عندي عظمة صح أكيد لليوم عظمة كريستيانو بالأنا ترى يا جماعة والله هو عظمته بالأنا، لأن لو مو أناني كان ما وصل له هالمرحلة. بالغ في بعض المواقف أكيد. إيه ما نختلف. شوف الاختبار الحقيقي اللي كنت أنا خايف منه
بيلينغهام يوم كسر الدنيا بدايه الموسم وكان فينيسيوس مصاب، قلت بس فينيسيوس بيرجع بتصير فيه غيره، بيصير فيه شيء. لكن انا قاعد اشوف نهايه الموسم صاروا ربع اثنينهم يصورون كله يصورون مع بعض، يحتفلون مع بعض، يطلعون مع بعض، يردون مع بعض. حتى ان الصحفيين استغربوا سالوه الكره الذهبيه حق منو، قال لا هو يستحقها. فالعلاقه هذا اعظم اختبار يعني. اذا انت تبي تشوف جو الفريق لا طالع كامافينجا وفالفيردي، لا طالع هذول الاثنين، هذول المنافسين على الكره الذهبيه فريق واحد. هذا الايثار بينهم. لا انا مطمن الحمد لله. باقي مبابي الموسم الجاي الله يستر. الله يستر الله يستر. عندنا نهائي نهائي بعد اسبوع من اليوم او اكثر شوي. اول مره نلعب مع فريق متوسط بالنهائي. العاده نلعب مع فرق التوب يوفي. حتى لما نقول عن اتلتيكو مدريد هو يعني اليوم ما يعتبر فريق متوسط لانه حقق طفره مع سيميوني. اليوفي ليفربول واسامي كبيره. دائما التقيت مع واحد قبل فتره من الاصدقاء بكيفيه صدفه يعني، كان يقول لي هارد لك النهائي. قلت له اوف ليش؟ كان يقول لي احتفلتوا بعد مباراه بايرن كنكم ماخذين اللقب وعندكم ثقه هو ما يشجع، هو يشجع مانشستر يعني الله يرحم حاله يعني، عرفت؟ ف قاعد يقول لي محتفلين كنكم واثقين، وهذه عكسيه وانا اشوف ان دورتموند بياخذونها. قلت له والله ما نشوف كذي. انا كان يقول لي لا انتم واثقين، وصدق اعطاني شوي شيء نفس اللمبه هذه شبت ان انا قاعد احس ان مدريد واثق. مدريد عنده شعور اللي انا واثق وهذا دورتموند وانا احتفل بال15 واللاعبين يصرحون راح تلقونا بعد اسبوع نحتفل بهالمكان احتفال الليغا، راح نرجع بعد اسبوع نحتفل بهالمكان واكثر من واحد يصرح وحتى الرئيس يعني. ففي تخوف بسيط. انا خايف، مو خايف من المنافس، خايف من مدريد انه يتهاون. ما ادري. شوف ريال مدريد وبيريز واساطير ريال مدريد ولاعبين ريال مدريد ممكن يتهاونون بكل شيء الا بالبطوله هذه. انا اعترف ريال مدريد ياما شفته يدخل مباراه متخدر او بايع المباراه هذه. ياما واجد ريال مدريد اصلا باع الدوري خلاص، من يوصل 8 نقاط الفارق خلاص يهد الدوري يركز على الابطال، صح ولا لا؟ شغل في الابطال ريال مدريد مختلف تماما يعني. بعدين موضوع صاحبك اللي بالكوفي هذه ترى ريال مدريد بعد مباراة باريس في 14 لبسوا تيشيرتات 14 يحتفلون احنا خلاص حققناه. فريال مدريد ممكن انه عنده الثقة هذه. ممكن اذا تذكر في العاشرة قبل نهائي العاشرة قاعدين يغنون اغنية العاشرة، قاعدين يتعلمون يسوون فيها بروفات. بس في المباراة نفسها لا، انا متأكد ان ريال مدريد في الابطال وخصوصا في النهائي دشون بكامل تركيزهم. ليش؟ انت مستوعب انه مودريتش اذا اخذ هذه البطولة راح ياخذ 6 أبطال. كروس نفس الأمر. فينيسيوس اليوم يقول راح نقدمها لك يا كروس انك تعتزل وانت معك 6 أبطال. فاهمني شلون؟ فرغبة اللاعبين لتحقيق هذول الأساطير هذه البطولة انا متأكد راح يدخلون بكل جدية. وانا بعدين هذه فرصة هم احلموا فيها يعني. انا لو تجي بداية الموسم تقول لا انت تبي الأبطال، يقول لا محققها قبل سنة بركز على الدوري. بس فجأة كذي أنت بالنهاية وخصمك دورتموند أمر مغري فأفرط فيها لا. أنا أعتقد أن ريال مدريد بيدخل بكامل تركيزه وإن شاء الله الفوز. أنا ضامن إن شاء الله الفوز إن شاء الله. ما أنا أعرف رأيك بين كورتوا واللونين، بس ودي أسمع منك. كورتوا للأمانة يعني تتكلم عن واحد وراني ليفل نوير، وراني ليفل بوفون صراحة، ولونين ما وراني لذاك المستوى اللي خلاني يحرجني حرفيا. لا صراحة يعني في عز تألقه في غلطات في أخطاء، وهو أحسن من كيبا بحبتين 3 بس يعني مش الحال. صحيح إنه له فضل في التأهل قدام السيتي بركلات الجزاء أوف يعني. لو بالنهاية نوصل ركلات جزاء أنا ما عندي مشكلة. أنشيلوتي يقول كورتوا اطلع دش لونين، ما عندي مشكلة. لونين أنا راهن عليه في ركلات الجزاء. لكن تتكلم عن حارس بقيمة كورتوا، لا كورتوا تعرض لاختبارات كثيرة وتجاوزها. كورتوا الحارس اللي يخليك بالجيم. فانت تعرف في بعض الحراس يخليك بالجيم حتى لو انك تمر انت ب10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة سيء وهو مخليك بالجيم. صحيح. اذكر في الكلاسيكو اللي فزنا فيه 4-1 اعتقد، اول 5 دقائق برشلونة كلانا او 8 دقائق طلع 3 ما ادري 4. كورتوا بعد هذا الشيء جو المباراة لون ما يسوي لك هالشيء يعني.
الخصم كذي بيدش مندفع اول 10 دقائق ممكن يصيدك بهدف هدفين. كورتوا اخطا قدام ليفربول يوم شاتها بصلاح ودشت فيه بدايه سيئه، بعدها رجع للجيم عادي والريال فاز. فكورتوا لا ما يقارن ابدا يعني ابدا مع لونين. بالنسبه لي كورتوا لازم يعامل مثل ما يعامل نوير في البايرن، بوفون في اليوفي. طالما انت جاهز انت تلعب، يستريح الحارس الثاني صراحه. طبعا لونين احنا ندري انه هو اليوم عمره 20 سنه او 21 سنه، هو صغير يعني، اعتقد 24 يعني. وفجأة ريال مدريد والموسم اللي طاف او الموسم اللي طاف كان احتياط، وكان جاي من فريق ما ادري وين باوكرانيا، فهو صغير ما عاش تجربه عشان يوصل. وكنا ندري احنا اول سنه يوم يا كورتوا كان يعني ومآسي، بس تطور. فاحنا نعول على عمره ان انا اشوف انه هو حارس المستقبل. ممكن اذا عدل بعض الامور انت ما محتاج حارس. بس احنا عندنا ذكرى بسيطه بالعاشره، خضيره راح اصابه 6 اشهر رباط، رد لعب نهائي، لعب قبل النهائي ولعب النهائي تذكر، كان راد من رباط وكان أسوأ مستوى وطلع بعدين. فإذا أنت ذاك الحادثة هذه بسبب إيقاف راموس مو عفوا ألونسو إيه لعب وما كان بالمستوى. فأحس إنه إذا كورتوا كان أساسي ممكن تكرر. أنت جايب لاعب رباط، صح إنه لعب بعض المباريات لكن أنت بالنهاية راده من رباط صليبي 7-8 أشهر بتحطه أساسي بنهائي الشامبيونز. شوفوا حتى طعم الشامبيونز مو يعني ما لعب ولا مباراة شامبيونز. هو حارس خبرة، عايش التجارب هذه، عايش الأجواء هذه، عارفها. للأمانة بعد إصابته 9 أشهر رجع الولد وراني الحضور الذهني، وراني الجاهزية، وراني تصديات خرافية يعني صراحة في عودته هذه. إذا ماني غلطان قادش انفرادي صدق. شفت اللقطات هذه ما يسويها لونين يعني. شفت آخر مباراة ميليتاو 4-4 قدام فياريال، ميليتاو انسحب فيه وقطها بين ايده ورجول، بين ايده لونين ورجوله. هذه ما تروح من كورتوا يصيدها. كورتوا من يبطل ايده ما شاء الله يسكر لك الجول كله. فأنا بالنسبة لي لا، كورتوا مهما كانت، شوف هي كرة القدم انت تعمل على المضمون وتترك الباقي للقدر. ممكن انك انت تشترك كورتوا ويخطئ ويخسرك النهائي. من اللي كان يتوقع ان كرة نوير تفلت من فينيسيوس؟ ايه فاهمني شلون؟ طيب اللي المتسبب في خروج البايرن نوير. فهذه كرة القدم، هذا قدرها. بس انت تعمل على المضمون. انا بالنسبة لي كورتوا في منطقة ولونين ويبي له مراحل على ما يوصل منطقة صح كورتوا. صح. الأهم هو كورتوا. أنا صراحة بالنسبة تشكيلة النهائي حتى كمدافعين الأمان وراي كورتوا، ترى يشعرون فيه المدافعين هذول لما يكون وراي كورتوا غير لما يكون وراي لونين. الكرات العرضية والركنية ذبحنا ترى لونين الأمانة ما يطلع. أنا كورتوا هو الأمان بعد الله. تشكيلة النهائي توقع؟ تشكيلة النهائي كورتوا، كارفاخال، روديجير، شواميني ما أعتقد موجود يجهز ولا لا، بس نقول ما راح يجهز، نقول ناتشو، مندي إذا كان جاهز يلعب على ناتشو أعتقد مندي و كامافينجا، كروس، فالفردي، وبيلينغهام وفينيسيوس رودريغو. وتوقعاتك؟ توقعاتي فوز فرق هدفين إن شاء الله يا رب. قبل يومين قعدنا على خبر مفجع، فجأة خبر كذي اعتزال توني كروس. شلون ما أدري ليه. أنا ما كنت متوقع أصلا. عبالي نكتة يعني إن أنا متوقع مودريتش يعتزل يا يطلع يا. وبعدها قريت خبر إن أنشيلوتي قاعد يصرخ بالملعب على بريز، قاعد يقول دع لنا واحد على الأقل يعني بين مودريتش وكروس. يعني دام هذا بيروح خلاص اترك لي واحد على الأقل. واللي سمعت ان مودريتش وافق انه ينزل عقده وبس يقعد بمدريد يعني. فما ادري وصف لي، طالع منك لاعب اسطوري. شوف لاعب ما ادري شو ودي اقول انه يمكن احسن وسط بريال مدريد مع مودريتش واحسن ثلاثي. ما ادري شلون اوصف يعني. توني كروس ما عنده مشاكل، هادي. هو اليوم صرح طلع الفيديو قال انا ما عمري صارت لي مشكله مع بريز. انا ما اروح اسوي مثلا، ما اذا ابي شيء ما اروح اتكلم حق الاعلام عشان اضغط، اروح اقعد مع بريز رجل ترجل نتفاهم.
فهادي. لا هو رجل زقرت يعني زقرت، صراحة، إيه. بالعمل. اي خليك منهم بالعمل اذا زقرت. سولف برا كرة القدم إيه. مشكلة. اي لكن بكرة القدم ما عنده مشاكل فعليا. مع النادي مفاوضاته دائما سلسة، ما عنده حتى بسيط بكل شيء، يعني بسيط بحياته. نختلف باللي يسولف فيه برا كرة القدم أكيد. اي لكن بكرة القدم في الملعب مع مدريد هذه يعني احنا متفقين. ف ما ادري وصف لي شنو حسيت، شنو شعورك وقتها؟ شوف انا متوقع ان كروس راح يجي يوم من الايام ويطلع كذي فجأة من غير تلميح، من غير ضغط، مثل ما تفضلت، مثل كذي راح يجي بيوم وليلة. واحنا كنا دائما ندري ان كروس راح يطلع يا هالموسم يا الموسم اللي طاف الجاي، لانه من موسمين يمكن يطرينا راح اعتزل من المنتخب، بعدها رجع، بعدها قرر انه يعتزل، بعدها ريال مدريد جدد له، واكتشفنا ان ريال مدريد مجدد له من السنه اللي طافت، لكن ما اعلنوا الا تو الحين. شوف شلون التكتم عنده يوم اقول لك. لكن كروس انا بالنسبه لي الغلط انك تفكر بتعويض كروس. لا تفكر بتعويض كروس لاعب ما يتكرر بشكل كبير، واكبر غلط انك تروح تبحث عن لاعبين يعوضون كروس. النقطه هذه انا بالنسبه لي من النقاط اللي ضيعت برشلونه حاولوا انهم يصنعون كرويف ثاني، جابوا بيب غوارديولا ونجحوا بهالشيء، بس الحين يبون بيب غوارديولا ثاني. تشافي لازم يصير بيب غوارديولا ثاني، بدري لازم يصير تشافي، فاتي لازم يصير ميسي، وهكذا. هذه النقطة لا تفكر فيها، أنت تجتهد تجيب أفضل اللاعبين، واللاعبين هذولي مع العمر ما تدري ممكن يعني كامافينجا في هذا السن بعد 27 لما يوصل 27 سنة أنت هني تبدأ تقتنع هل هذا يعوض مودريتش، هل قارب من مستوى مودريتش، هل صار مودريتش ثاني. وهم ليش أساطير؟ لأنه ما حيتكرر، لأنهم ما يتكررون. أنت ما تتكلم عن أي لاعب وسط ممكن أنه يتعوض، فخصوصا نوعية كروس نادرة في كرة القدم. ما أذكر لاعب ثاني مشابه لكروس إلا تشافي. وين اللاعبين المشابهين لكروس؟ أوكي في لاعبين قالوا لنا باريلا، مع احترامي الشديد بس مو باريلا اللي يعوض كروس ولا مودريتش. في ناس قالوا كيميتش ممكن مشابه لكروس في التمريرات، بس لا، أنت تتكلم عن تحكم. يعني أنت تتكلم كاسمير يقول حنا نلعب بأمر من كروس، هو اللي يرفع الرتم وهو اللي ينزله. لاعب واحد هو اللي يغير 22 لاعب هذول، هو اللي يرفع الرتم وينزله. فلا لا تعتقد انك راح تعوض، تدور بالسوق كذي وتجيب واحد يعوض كروس. لا صعب تعويضه. انا متاكد الموسم الجاي راح يتغير شكل الريال وراح يتغير اسلوب الريال لانك ما عندك كروس. اي فمختلف الموضوع. اليوم طلعت فيديوهات فودين سالوه منو اللاعب اللي انت اصعب لاعب واجهته او اكثر لاعب عجبت فيه، يعني قال توني كروس. قال بلمسه واحده يغير اللعب، عبقري بالملعب. في فيديو ثاني مقابله مع ديكلان رايس، سالوه منو اللاعب اللي يعني اكثر لاعب تحبه وقابلته، قال ولعبت يعني لعبت ضده، قال توني كروس. قال لعبت وياه بالمنتخب واخذت تيشيرته، فزنا عليهم، لكن لاعب خيالي، لاعب ياخذ الكره يغيرها طقه واحده يغير اماكن ثلاث لاعبين. فتوني كروس ما هو في شيء غريب، هو مودريتش دائما سارق منه الاضواء. ما ادري شنو قصته. ترى حتى انزو اليوم نزل بوست في الانستغرام تكلم عن كروس. في مقطع باليوتيوب مترجم موجود لقاء لزيدان، مقطع مدته يمكن 43 دقيقة كلها يتكلم عن كروس، يتغزل بكروس. يعني لدرجة انه قال انا استمتع معاه في التدريبات لما تدرب، انا لا كنت اتمنى اني اكون انا لاحق عليه كلاعب او هو لاحق عليه في عصري. فبعد ما انتهى من الحديث يسأل المذيع يقول له متى تنتقد كروس؟ معقولة ما في سلبية؟ قال بلى في سلبية، في تكاسل في الدفاع فقط. دائما كنت أحن عليه، لا جيت ارجع أسرع أو ارجع بشكل أضبط. يعني في النقطة هذه هالموسم كروس ترى انضباطي وأجريسيف ويعطي. هذا أحلى موسم حق كروس، ما أدري أنا جدا ما أدري ما فاهم، يعني هو هذا أحلى موسم له. هو تبي أقول لك ليش؟ إنزين هذا أحسن موسم حق كروس. هل هو أحسن موسم حق تشواميني؟ أو هل تشواميني هذا الموسم هو تشواميني الموسم اللي طاف؟ لا، الموسم اللي طاف أفضل صح؟ الموسم هذا مهمة تشواميني بادي جارد حق كروس. أنت تقدم روح وأنا وراك أحمي ظهرك أغطي. فهذا اللي مخلي كروس. إذا تذكر الموسم اللي طاف
تشواميني اول ما تعاقدنا معاه يتقدم ويلعب باصات، كان يطلع انشيلوتي ويصرح قال على تشواميني يعني لا يترك المساحه اللي في ظهره. انا استغربت يعني الولد قاعد مبدع قدام، فانشيلوتي ما بيك تبدع قدام، انا عندي كروس يكفي، هو اللي يبدع قدام، انت خليك بادي جارد بس تحمي ظهره. فاحنا قاعدين ملاحظين هالموضوع هذا. لو تلاحظ حتى مودريتش ما يدخل معاه كامافينجا، مودريتش هو يبدع قدام وكامافينجا وراه بس تنقطع الكره يرد يقطعها ولا يسوي فاول وهاك تفضل يلا رد مره ثانيه. فهذا اللي مخلي الاعمار هذه العمر له حق صراحه، ومخليهم متألقين. ارجع واقول لك كروس لا تفكر بتعويضه. في اسامي اليوم طلعت ماكليستر فيرتس هذا مال ليفركوزن، لا تفكر، ما كروس ما انا بالنسبه لي ما راح تلقى لاعب بمواصفات كروس يعوض كروس، ما اعتقد انه موجود. شنو تشوف مدريد؟ قاعد اسولف ويا خالد الحساوي قاعد يقول لي اصلا لازم يطلع عشان بيلينغهام يرجع 8. يفهم ترى خالد، ادري يفهم لازم يرجع ويكلمك ويضحك. ترى انا فاهم، انتم كلكم مو فاهمين. وابراهيم بعد ترى وجهه نظره صحيح. بيلينغهام يرجع يلعب مكانه، لازم يطلع خلاص ويطلع بالقمه، وقاعد نسولف يعني. فشنو تشوف من مدريد الموسم الجاي؟ مدريد عند الموسم الجاي غير مبابي، غير عندك لاعب انت مخلص وياه اندريك، اردا جولر فجاه كذي انفجر بعد ما كنا بدايه الموسم تذكر كنا نسولف ان هذا ما اتوقع بيعطينا شيء يعني، صفقه تجاريه او اقتصاديه. اللاعب يشخط باللاعبين وثقه ويقطها وهو واقف، ما تدري شنو. وفي حكي على ديفيدز، انا ما ادري اذا هذه احتياجاتنا الموسم الجاي او شنو احتياجاتنا، شنو التشكيل المناسب، تصوراتك الموسم الجاي. شوف الموسم الجاي لازم تحسب حساب ان بطولة الابطال تغيرت، زادت عدد مبارياتها. احسب حساب ان عندك طال عمرك بطولة كاس العالم للأندية زادت، صارت مو نفس النسخة السابقة. عندك دوري، عندك اسابيع فيفا. مودريتش مو راضي يعتزل دوليا، بيلعب بكل مكان. فانت محتاج ان يكون عندك كم من اللاعبين انهم يلعبون. مع اني انا اشوف قادر المهمة الصعبة لأنشيلوتي الموسم الجاي انه كيف يوزع الدقائق وبإرضاء كل هذول اللاعبين مع تقديم نتائج. هذه مهمة صعبة انا صراحة بالنسبة لي، وانا مخوفتني شغلة واحدة يعني بالصيف خروج اسم راح يصدم، وهذه بيريز ترى عادي جدا. رودريجو اتوقع رودريجو في اخبار امس ارسنال، واعتقد ان رودريجو اسم مغري لكل الانديه صحيح. وكل صيف اتوقع انهم يجون يسالون يشوفون اذا جاب مبلغ طيب انشلوت بيريز عادي جدا. يلا ما تشوف شر، خلاص لعبت عندي 5-6 سنوات، جبت معاي 2 ابطال، كم دوري 3 دوري، جبت فوق مبلغ 50 مليون، شكرا بس توكل على الله. بيريز تعرف يعني بالامور هذه العاطفه شوي يبطل الدرج يحطها شوي ويتعامل مع الموضوع. خلاص انا عندي ابراهيم دياز قادر وهكذا. ريال مدريد الموسم الجاي في نقطة مهمة جدا جدا، أنا ليش أيد خروج كروس؟ مو أيد خروج كروس، لكني أشوف فنيا لازم يطلع كروس. أنت عندك الموسم الجاي فينيسيوس كلنا نعرفه دفاعيا تمشى، مبابي أعبر منه ترى بالنقطة هذه، مبابي تمشى وياه. فأنت لما تخلي الاثنين هذولي ما يدافعون راح يصير في حمل كبير على الوسط. فهد الحمل الكبير على الوسط هذا بينهم كروس الكبير بالعمر، السيء أصلا دفاعيا أو متكاسل دفاعيا مثل ما قال زيدان. لا أنا أبي ناس تركض، تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، بيلينغهام. إذا تذكر وسط ليفربول مع كلوب ميلنر وينالدوم وهندرسون، بس طبعا مع فارق طبيعي دافعين ريال مدريد فيهم الجهد هذا وفيهم الإبداع. فراح يكون في حمل كبير على لاعبين الوسط الموسم الجاي، وهم قدها. لاعبين الوسط الموسم الجاي معدل أعمار شباب وطاقاتهم ما شاء الله. فالفردي لا إله إلا الله قاعد تشوفه، كامافينجا نفس الأمر وشواميني نفس الأمر. فأنا أعتقد أنه من الضروري يعني شر لابد منه يعني صراحة خروج كروس، لكن فنيا لازم يطلع كروس صراحة. مو لازم قوية لما أقول لازم، بس فنيا أتكلم فنيا. كروس يعني لما يلعب كروس معك فينيسيوس ومع مبابي دفاعيا راح يكون الفريق، راح يكون في هجوميا ربعنا يبون ديفيز، بعد ديفيز طيارة يطير قدامه ماكو واحد. لا الدعوة ما راح تكون بالشكل اللي أنت متصوره. لا أهم شيء في كرة القدم التوازن، والتوازن عشان يكون موجود لازم
تضحي في بعض الاسماء الكبيره. صح. كروس احد الاسماء الكبيره. بس انا ما اتوقع ان احنا ضحينا فيه. انا يعني انا اتوقع انه هو عقليته بيطلع بالقمه. زين انا بسالك سؤال معلش. اي اكيد. حلو. كروس حقق الدوري وان شاء الله بيحقق الابطال ان شاء الله. اذا حقق اليورو الكره الذهبيه وين؟ بلندور كروس اذا حقق اليورو وهو مو من التوب 10 ترى الحين. اي صحيح. المنافسين فينيسيوس بيلينغهام بس اتوقع يتكنسل كين لان كين موجود وياهم ما ادري ليش الموسم هذا صفري. اي ماكو شيء صح مسكين. ايه ايه تقبل بهذا الراي إيه كروس ياخذ اقبل اشوف انا بعد كريستيانو مسيره خرافيه إيه صراحه إيه يعني فعلا صراحة. اقبل اكيد. وبعمره ترى خذوها وايد لاعبين يعني مودريتش خذاها تقريبا بعمره واكبر شوي. اي ف انا بالنسبه لي مودريتش كان يعني استحقاق نص بس اذا خذاها مودريتش بهالسيناريو خذ الابطال وخذ اليورو لا يستاهل. كروس اسف كروس اذا خذ الابطال انا من بدايه الموسم هو مو طبيعي. اقول لك هذا الموسم مو طبيعي له. هذا ابراهيم سؤال من ابراهيم يقول الناس ما تتابع مبابي بباريس. الناس اللي تتابع مبابي في باريس قله والاعلام على مبابي قليل فلانه يلعب في باريس. لكن في باريس اذا مبابي يسجل جولين فهو مضيع 6. اذا مبابي مضيع مثلا اذا مسجل 3 فهو مضيع يمكن دبلهم. فنسبه اضاعه الفرص لمبابي في باريس وايد عاليه. الجمهور متوقع انه يشوفون مبابي مسجل 2 3 هاتريك مع باريس في الدوري. متوقعين ان هذا كل هجمه بجول. فاذا مدريد تحت الاضواء اكبر فريق بالعالم مبلغ تعرف 7 سنين احنا نسولف عن مبابي فراح يكون الاضواء اول موسم مسلطه عليه. فهل الجمهور راح يتقبل منه اضاعه الفرص مثل لا يا ويله لا يا ويله اذا ما انطلق انطلاقه مثل بيلينغهام كذي لا راح يختلف الوضع بشكل كبير يعني الامانه. انت تتكلم عن فريق يعني صفر على كريستيانو رونالدو. صحيح. كريستيانو رونالدو اللي مسجل لك 300 400 هدف وغاب 3 مباريات صفر عليه. فهمت؟ فالجمهور ما يرحم الامانه. فكيف انت تجيني يا مبابي اللي انا انتظرك من زمان وهذا وتقعد تضيع لي في كل مباراه. لكن فعلا ترى مبابي يضيع في بعض المباريات. لكن ارجع واقول مبابي حتى وهو ضيع تعال طالع تقييماته في المباريات في جميع الموسم جميع مباريات الموسم لا تقل عن 8 ونص 9 ونص. دائما يكون حاسم فلاعب مثل مبابي ممكن انه يضيع. وترى هذه النقطه يعني مو سواريز ترى سواريز فيه الميزه هذه يضيع واجد ويسجل واجد. فهمت؟ فما اعتقد انها يعني نقطه سلبيه. خصوصا الناس ترى في شغله يمكن ما يعرفونها ترى مبابي قديم بس مو كبير. اي صح من هو صغير ترى فالفيردي اكبر منه. هذه نقطه يمكن ترى ما حد يدري. فالفيردي اكبر من مبابي بس الناس تسمع مبابي من زمان. تسمع مبابي من 2016 نسمع مبابي مع موناكو عمره 17 مقول على السيتي من زمان احنا نسمع فيه. يعني انت تتكلم عن لاعب كم صار له الحين يمارس كرة القدم يعني على الدرجة الأولى أكثر من 5 سنوات أو 7 سنوات. فأنت تعتقد أنه كبير ترى هو 23 أو 24 سنة توه صغير. صحيح. وهو رافع سقف الطموحات عالي. للحين ما وصل النضج الكروي اللي يتكلمون عنه العالم 27 28 سنة. صحيح. أنت تبي تحاسبه هالمحاسبة لا تنسى أنه عمر. لا تنسى أنه جايك من دوري ضعيف مع الليغا. أتوقع لازم تصبر. لاعب جايك بالراتب هذا لازم تصبر عليه وتدعمه. صحيح. لا تدمره مثل هازارد. تروح فلوسنا بلاش. إيه. صح. قبل لا أختم يعني أنا كنت متوقع أن كارلو راح يكون هذا آخر موسم لكن تجدد له بفترة يعني تم التجديد حق كارلو بفترة ذكية صراحة. كان الفريق يمر بهدوء وقاعد يحقق نتائج وتجانس فجددوا له فترة وايد جميلة ل 2026. وهم تزامنة ان اليوم عندنا مدرب طالع بالاضواء اللي هو الونسو وهم قاعد ل 26 ما اتوقع بيطلع من ليفركوزن هالموسم. فهل تتوقع هو البديل؟ اتوقع الونسو هو البديل انا فعلا. خصوصا لما تشوف الريال مدريد حاليا ارتبط في فيردز وانا يبي فيردز. اعتقد ان الونسو يمكن يجي 26 ويجيب معه اللاعب هذا الى ريال مدريد. والونسو هو المدرب المناسب مثل ما قلت لك قبل شوي. المدرب اللي الابوي الونسو يملك هالميزه هذه. والميزه هذه اهم شيء عندي من كل شيء في ريال مدريد صراحه. في مدربين كثر يعني ممكن يجونك واتمناهم في اي فريق في كل مكان واراهن عليهم في كل مكان الا في ريال مدريد.
فالونسو اتوقع هو الشخص المناسب بعد انشيلوتي. عندي واحد من شايف مسلسل جيم اوف ثرونز، صراع العروش؟ بس تعرفه مش يعني هذا يصنف انه هو اعظم مسلسل في التاريخ. انا شفته قريب، يعني هو نازل من زمان، لكن انا شفته قريب 10 أجزاء. فقاعد اسولف ويا واحد من الربع. انا تابعت اول سيزون ثاني سيزون بس شخصيات واجد، قصص واجد، دوخ راسي فهديته. اي فهو يقول لي والله العظيم، يقول لي انا ودي المسلسل يمحي من ذاكرتي وارجع اشوفه مره ثانيه كثر ما هو جميل. انا هذه الجمله ارتبطت مع مدريد 10 و11 و12 13 و13 والرابعه. يا اخي ودي هذه الفتره تمحي من ذاكرتي وارجع اشوفه من جديد. فتره خياليه، ما ادري. انا اتوقع يعني لو تمحي ونرجع من جديد ما راح نحقق نفس اللي حققناه. انا ما بيعيش، ابي ارجع اشوف. في سيناريوهات مستحيل ريال مدريد يطلع من هالمباراه. صحيح، في مباريات انت تعيدها تقول احنا شلون طلعنا من المباراه هذه، شلون تجاوزنا، شلون تاهلنا المباراه، شلون فزنا بالمباراه هذه. يعني العاشر لحد الان وانا طالع الركنيه اقول اعوذ بالله احنا شلون فزنا بهالمباراه هذه. فهمت؟ فحرفيا يعني باقي على النهائي، باقي على صفاره الحكم دقيقتين. دييغو كوستا يضحك على الدكه وعلى جماهير ايش فيكم خايفين، خلاص راحت. صح. فحرفيا يعني لا ان شاء الله ما ترجع عشان المشاعرها فعلا ترى حزتها اعوذ بالله. لكن بعد صافره النهايه لا يختلف الشعور كليا. صحيح. واعتقد حضنك انت كافي. اعطيتك لمه نسيت نفسي والله. تاريخ او سنه 2022 اعلنت انضمامك لرابطه ريال مدريد بالكويت. اي اليوم رابطه ريال مدريد، احنا اليوم قاعد نصور تاريخ 22 تاريخ 1/6 عندنا حدث نهائي الشامبيونز في صاله اتحاد نقابه عمال النفط في الأحمدي. كالعاده في اي نهائي منظمين حدث جميل، وانا ادعو الجميع اللي بيشوف الحلقه انه يحضر. لكن هذه الرابطه انا قبل لا انا اسولف، انا ودي تسولف شنو عطتك الرابطه، مو كمردود، كعلاقه، كمعارف. يعني انا مؤمن ان ريال مدريد اعطانا نتائج سلبيه ايجابيه وايد وفرحه واعطانا انتصارات، لكن اعطانا مجتمع ثاني بالكويت. انا اليوم قاعد اسولف ويا ناس ما كنت اعرفهم لو مو ريال مدريد. صح، احنا مو متواصلين مو ريال مدريد بالكويت. رابطه ريال مدريد ناس قاعد اسولف وياهم وايد واضحك واتغشمر واروح عزايم ويوني واطلع واروح بسبب رابطه ريال مدريد بالكويت. فاشرح لي التجمع، الرابطه شنو اثرها عليك شنو؟ شوف والله الرابطه للامانه يعني في البدايه انا اول ما تاسست الرابطه كنت وياهم ودخلت بجروب وياهم اول شيء في البدايه. بعدين قلت هذول ايش قاعدين يسوون؟ كن وياك صادق يعني هذول ايش قاعدين يسوون؟ هذول قاعدين يقصون على العماره حرفيا. والله ترى الكلام هذا يمكن بس حرفيا هذول ايش قاعدين يقولون؟ صدقهم هذول بيروحون النادي يجيبون هناك اعتراف، سالفه طويله. السلام عليكم، كان اطلع من الجروب جد هذا اللي صار. بعدها ما كنت احضر التجمعات، اذكر التجمع اللي حضرته اول تجمع لي ريمونتادا ريال مدريد على فورفسبورغ، هذا اول حضور لي. حتى كنت ما اعرف خالد الحساوي جاي ودفعت فلوس وخذ مني واعطاني التذكره منفس بعد ما كنت اعرفه. فكنت اعرف بعض الوجيه اللي موجوده كمغردين يعرفوني، يمكن عشان انا حاط صورتي افهد هلا يعرفني بنفسه، نبدا نتعرف على بعض. بعدها صار في حضور، عجبني الجو صراحه في الرابطه، عجبني الجو. بس للامانه يعني ما كنت مساهم بولا شيء في الرابطه، ما ساهمت بولا شيء صراحه، ولا اعتقد اني انضميت معاهم رسميا الا قبل 2 أو 3 سنوات رسميا كذي ضموني الله يجزاهم خير. لكن انا اعترف يعني لا والله ما حطيت ايدي بولا شيء صراحه، يمكن بس فقط مواعيد المباريات اذا في تجمع نساهم في النشر، وهذا واجبنا وغصبا علينا يعني. لكن بعدها لا تعرفت على خلاف الدوسري، نعم، عليه بالخير ابو يوسف، وخالد الحساوي ومحمد سهيل والشباب كلهم. لا تنسى سنيني. لا سنيني داش عليه خاص، داش عليه خاص، انت تعرف عليه في الخاص. ف من خلالهم الامانه تعرفنا على بعض. يعني شفت المباراه اللي عرفت فيها خالد الحساوي، هذه اللي اقول اخر السنه سافرت وياه. اوه يعني قعدت معاه يمكن 3 مرات،
بعدها تعرفت عليه بسافر انا وياه راسي وراسه. نعم والله. ورحنا انا وياه. اي ف عرفتني كثير على ناس، وسعت لي امور. احيانا حتى لما تجي تبي تسافر تبي تروح تحضر لك مباراه تبي شيء تحصل لك بعض الامور على طول تتصل على الربع انا ابي كذي احتاج كذي بس تمام مالك شغل روح عند فلان كذي فهمت تخلص امورك. ففعلا انا توقعت ان الرابطه ماكو شيء لكن لا للامانه لها فضل ولها امور تسهل لك امور، تعطيك يعني اللي انت تبيه من النادي. يعني على سبيل المثال انت الحين كاس السوبر يجون هم للرياض، انت تقدر انك تدخل من خلالهم وتصور مع اللاعبين الموجودين. لو انت مو بالرابطه وهذا ما تقدر تسوي هالشيء هذا. فانا كنت في السابق ماني متخيل شنو بيريز يجينا، لا يا عمي صدق كنت ما كنت ابدا اجيب اعتراف وبعدين يعني كنت حرفيا يعني اطالع لا بس برافو عليهم الشباب. الله يعطيهم برافو اي والله الله يعطيهم العافيه ويجزاهم خير. مرة ثانية أقول إن عندهم تجمع 1/6 للنهائي. حسابهم ماني ذاكره لكن رابطة ريال مدريد بالكويت تقدرون تدشون على خلف الدوسري، حسابهم بتويتر، تيشيرتات موجودة، كل شيء موجود. وكذلك أنا راح أحرص أن أحط رابط الحساب بالوصف عشان اللي يبي يحضر ولا يبي يدعم ولا يبي يشارك. تمام، احنا تقريبا سولفنا بشكل إجمالي. الحين بنلعب فقرة اسمها رأيي وكيفي. هو رأيك وكيف كاد. تمام، بخيرك بين أفضل مهاجم، سواريز ولا ليفاندوسكي؟ سواريز ولا أغويرو؟ سواريز ولا كافاني؟ سواريز ولا هاري كين ولا بنزيما؟ بنزيما ولا إيتو؟ بنزيما ولا دروجبا؟ بنزيما ولا نستروي؟ بنزيما ولا زلاتان؟ بنزيما ولا الظاهرة رونالدو؟ الظاهرات خلصنا. ما يقتل بنزيما. تمام، انت طلعت بمقطع تقول ان اذكر لك المقطع من زمان ان كل المعلقين مميزين، لكن اختيارهم لبعض المباريات هي اللي تقتل متعة المعلق ولا تقتل تعليقه، بحيث انك وصفت تقول مثلا لما يعلق مثلا فارس عوض اللي معروف يعني الرتم السريع والنبرة الصوت وهذا على الدوري ما بيقول لي طالع عشان لا يزعل أنس، لا فعلا إيطالي فالرتم بطيء وشي تحس إنه هو سابق اللعبة. لما يعلق علي سعيد الكعبي الأسطورة الرزين على الدوري الإنجليزي تحس الرتم سريع، وعلي بو فيصل يعني كأنه أوبرا بسباق كأنك تلعب بلاي ستيشن. والله كأنك تلعب بلاي ستيشن بتكون الكرة بالنص وتسمع المعلق لا يا طيب الكرة بالنص. فأنا بالنسبة لي كل معلق مناسب لدوري معين. الدوري الإيطالي هو كذي، الدوري الإيطالي رتمه جماهيره بطيء، يحبون أحمد الطيب راكب وياهم، علي سعيد الكعبي راكب وياهم، يتكلم بهدوء، يعطيك كلمات شعر فصحى وهكذا وماشي هم كذا. الدوري الإنجليزي لا، تحتاج فارس عوض، فهد العتيبي، النبرة الحادة ورفعة الصوت اللي هي طبعا الشوالي. أنت من تفضل الشوالي ولا رؤوف خليف؟ شوالي ولا حفيظ الدراجي؟ شوالي ولا خليل بلوشي؟ شوالي ولا فارس عوض؟ شوالي ولا فهد العتيبي؟ شوالي ولا أحمد الطيب؟ شوالي ولا يوسف سيف؟ شوالي ولا علي سعيد الكعبي؟ شوالي. أول مرة أنا معجب جدا بالشوالي. متى عرفت أن الشوالي فعلا معلق محترف؟ أيام الفترة السيئة، يوم كان ريال مدريد سيء وبرشلونة في عز، كنت أقول مستحيل هذا المعلق يشجع ريال مدريد. كذابين اللي يقولون هذا، مع أني كان له مقطع أنا أشجع ريال، مستحيل. فكنت أتنرفز منه. بعدها انقلبت الآية، صار ريال مدريد هو اللي لا صار يطربك. يعني صار يطربك يعني حرفيا. المباراة اللي صارت مثلا مباراة السيتي، المباراة اللي طافت هذه مباراة اخ ناقص المباراة بس يعني صراحة شوالي هو الشخص الوحيد اللي عنده نبرة، وعنده احيانا يستخدم مصطلحات تضحكك وبنفس الوقت تشعر ان اب يخاطب ابنه على اللاعب نفسه. صحيح. فله كلمات
لازقه بالاهداف يعني يمكن فما حاجه هي ما حاجه ايش قربك ايش قربك للوادي يا اخي شنو هذه شنو هذه الشوالي فعلا. تذكر يوم ان ريال مدريد غضبوا على كريستيانو قال عندي كلمه بقولها بدقيقه 7. صح صراحه قالش كلام لا فعلا يعطيك ترند، يعطيك كلمه يخليك خلاص، يعطيك جمله يخليك يا اخي صحيح تبدا ما تنسى المقطع هذا. فما حاجه للحين ادش طالع اسمع كلام شيء مو طبيعي. والحلو في المقطع الحدث اللي كان يشعر فيه. فما حاجه بيجي هدف فعلا جاء الهدف. فهني انت تدري خبره المدرب في المباراه، تعليقه، وللامانه يعني لهجتهم هم اخواننا اللي شيء لهجتهم حلوه، نبره صوته حلوه. انا بالنسبه لي الشوالي في منطقه ولا يهونون كل المعلقين، لكن الشوالي انا انطرب له صراحه. هنا ما يستاهل والله اسطوره. صارك موقف ويا اخو رامس؟ ايه في اخر جوله موسم 2017 في ملقا، حاضرين ملعب ملقا، فاحنا من جهه جماهير ريال مدريد، الجهه اللي حق فريق الخصم فقط، الزاويه اللي تجي 2000 3000 كذي مشجع. فدشيت معاي تذكرتي معاي احمد مطيري احد الربع، فمعاي تذكر سلام، اعطيت الشرطي هاك، قال لي لا عادي تقعد اي مكان بالكرسي. اي مكان؟ قال لي كان اجي واقعد بالكرسي. قعد جنبي احمد، فقاعدين للحين ما بدت المباراه، ولا جوها الشباب زقرت 3 كأنهم عصابه، في العصابه اللي بالافلام كذي. كان يطقني كذي بكتفي، كان يوريني قال لي هذا كرسي. زين اوكي كرسيك، بس ليش تطقني كذي؟ اوكي انا بسباني، انا اعرف اسباني، شلون تهاوش باسباني؟ فهمت؟ طالع قلت نقوم، هذا الشرطي قال لنا قال لي قوم، بس نرفزني حيل بحركته. قمت قعدت ورا، قاعد هو الحين صار هو قدامي، ولا بنت صغيره يمكن عمرها 12 13 سنه كذي، معاها ابوها. التفتت سلمت عليه باسته، قالت له بصور معاك، صورت معاه، طارت من الفرحه هالبنت. هذا منو اللي الناس يصورون وياه؟ منو هذا؟ نرفزني حيل، وقاعد اطالع وقتها، ورفيجي للحين الشر براسه، هذا نبي حرفيا يعني صدق يعني. وخذنا شوي، ولا قلت انا الوجه هذا انا شايفه. عاد جانا احمد الربع، كنا خلف الدوسري كان موجود ويانا، بس خلفت كان من هناك. فسالتهم الربع هذا منو؟ هذا عرف؟ قال هذا اخو راموس، وكيل اعماله واخوه. حلو، احنا نبي نطقه. كان الجماهير كلهم والملعب كله يمكن هو راموس يطمر علينا، لا اشوى. بس فعلا يعني كانت اخلاقه سيئه للامانه. صورت وياه؟ لا ما صورت، متهاوش وياه اقول اصور وياك ما شوف. زين. منو اكثر محلل يطربك غير عبد الله البلوشي؟ انا حاط عبد الله البلوشي يعني بس تحرش. لا شوف للامانه في محللين، انا في نوعيه من المحللين احبها، مدرسه من المدارس اللي احبها، في محللين يحب يبسط الكلمه، يحب يعطيك. انا اشوف ان المحلل اللي انا اتمنى اني انتمي لمدرسته للامانه الكابتن سمير عبد الرؤوف. صدمتني والله، احب جدا تحليل. ونعم والله صدق ابو محمد قوي صراحه والله. قوي ابو محمد يدمج ثقافه اللاعب بالبساطه، يوصل لك المعلومه. وهذه النقطه اللي اتعب انا عليها، ابي اصيرها يعني. صح. لاني انا كمتابع كره القدم، وانا مؤمن باكثر تصريح كروي صرح أليجري، كثير يتابع كره القدم والقليل من يفهمها. الكثير هذولي انا ابيهم يفهمون شو اللي قاعد يصير، فانت لازم تنزل مستواهم الرياضي، الفكر الرياضي. انا احد الاشخاص اللي كنت اجهل النقاط هذه. في واحد يجيك يتكشخ عليك بمصطلحات ويقول لك كلمات عميقه لانه هو فاهم، واللي معاه بالحلقه فاهمين. زين، المشاهدين لازم، فانت لازم تنزل لهالمشاهدين، ولا تتكشخ علي بالتلفزيون، عشان لا، انزل لهم عشان تكون انت شعبيه، لان ادري ان انت محتاج لهم. فانا بالنسبه لي سمير عبد الرؤوف جدا سوبر. التقيت فيه؟ سولفت وياه؟ كنت يعني اواجه الامانه يمكن بصوت الجماهير بالتلفزيون، كان برنامجه بعد برنامجه هو محلل، فكنا نتواجه مع شخص جدا جميل صراحه. ونعم فيه.
شنو علاقتك ويا عبادي؟ وسارة فنان احبه صراحه. زين. احبه حيل. متى تكونت هالعلاقه؟ الحب هذا متى بلش؟ حب الاغاني المراهقه ولا متوه لا ما هو مراهقه، لا مو مراهقه، لا ما بس فنان انا اشوف نفسي فيه، يعني اشوفه يطرب لي صراحه. عبادي من الفنانين اللي فعلا اللي اشغل له اي شيء وخلاص اندمج فيه. تحب الحزن؟ لا مو حزن ان شاء الله، لا ان شاء الله مو حزن، بس جوه احب جوه. احس انه هو فعلا فنان قاعد يغني حق نفسه، ما يغني عشان بزنس، ما يغني عشان شهرة، لا قاعد يغني حق نفسه. يحترم حتى الكلمات اللي يختارها وحتى النصوص اللي يختارها يحترمها، وهو ذكر هالشيء هذا. أنا لا يمكن أني مثلا أغني نص فيه غزل خادش، لا مستحيل. فعلا لو تدور بأغاني عبادي ما تحصل هالشيء، تحصل كلمات صادقة ويكفي. أنت لو تيجي تطالع كل أغانيه تشوف الشعار منو اللي يكتبون، ناس نخبة. صحيح. فعشان كذا هو مختلف وعندي أنا مختلف عبادي. عجيب. شنو طموحك الفترة الجاية؟ وين بنشوفك؟ والله ما أدري، بس ما أشوف نفسي بالتلفزيون لحد الآن. أنا ما أشوف نفسي بالتلفزيون ولا أسعى أن أروح للتلفزيون مهما كانت العروض. أنا ما أشوف مهما كانت العروض، لكن ما أشوف يضر إذا كنت بالتلفزيون وبالبودكاست. يعني أنا مثل ما قلت لك، أنا شخص ما يحب الرسمية ولا يحب الالتزام والارتباط وأنا مؤمن أن الشارع كله الرياضي الحين ما يطالع تلفزيون. لا نضحك على بعض، يطالع المباراة يخلص يسكر. منو اللي يطالع التلفزيون؟ منو يطالع استديو تحليل وبرامج رياضية بالتلفزيون غير الجيل القديم الشيبان اللي يقعدون بالديوانية ويتابعون دورينا احنا، صح ولا لا؟ حتى الدوري صار على منصة اليوم تطبيق. بالضبط. شفت شلون؟ فأنا مؤمن تماما. أما إن أنت تبي لك مدخول ثاني وتشغل برنامج بحيث أن كل حلقة تأخذ عليها مبلغ معين، هذا كيفك هذا. لكن لا، أنا أتكلم، أنا رجل عندي شغف أبي أفرغه، أبي منصة أجي أتكلم فيها، أقول فيها اللي بخاطري، ما حد يمنعني بالوقت الكافي. يعني مثل الحين إحنا بحلقتنا هذه إحنا ما حد يقول لك لا والله عندك ساعة، عندك لا والله دقيقة، لا والله وقف، والله فاصل، والله لحظة، والله لا كلمة هذه ممنوعة، كلمة هذه لا أقعد وأقول اللي أبي وأخلص والسلام عليكم. صح. متى ما خلصت سكر الكاميرا السلام عليكم. فهمت؟ إيه. شلون تحب الناس تذكرك يا أبو ضويحي؟ بالخير. احنا نتمنى الناس ما تذكرنا الا بالخير ان شاء الله، حتى لو تشوف منا سوء فهي زله، لكن نتمنى انه ما يذكرون الا بالخير. تستاهل كل خير. انا اذكرك دائما بالخير، ودائما اتحرش فيك انا وسنيني بالواتساب بانستغرام وكذلك بتويتر، وما ترد تكبر راسك. ايه ما تخلصون تكبر راسك ما ترد علينا. فاحنا والله من الناس اللي نحبك ونتحرش فيك، لان انت من اروع الاشخاص. يعني مكاسب ريال مدريد بالكويت انت والشباب. مشكور على حضورك. يعني انا استفدت قبل المشاهدين، وان شاء الله يا رب بتحضر النهائي التجمع باذن الله متواجدين باذن الله. لا متواجدين ان شاء الله باذن الله. انا الحساوي قال لي انه ممكن انتم يكون عندكم تحليل، ممكن انا قابل، ما ادري شنو ايش باله. طرح علي الفكره هذه، قال لي فهد نبي تبون تصورون لكم حلقه تحليل وهذا. قلت شوف انا ما عندي مشكله، لكن انا بالنسبه لي عمرا وخبره انا اسالوني اخر واحد. في ناس اخبر مني وفي ناس اكبر مني في العمر موجودين في الرابط، هذول لهم الاولويه، بعدها احنا نجي. منو؟ محمد الفلشاوي. ايوه نعم صالح. محمد سهيل مو موجود بالكويت. محمد الفلشاوي متواجد. مثلا علي بولند. ايه علي بولند مدريدي ممكن يكون متواجد. صح. فالعمر له حق والخبره لها حق، يستاهلون. بعدها احنا نجي من بعدهم. ما عليك زود والله يا ابو ضويحي. الله يرحم والديك يا أبو. ما قصرت على الحضور. شكرا شرفنا فيك. البودكاست الجميل للامانه اللي انا مهتم له، ترى الامانه اكون صادق والله اني دائما اتابع واهتم لكل حلقه، ومشكورين على حسن استضافه. ويا ابو احمد والله يعطيك العافيه. الله يعافيك، جزاك الله خير، مشكور على الحضور.